السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. معاكم باشمهندس محمد يحيى. ان شاء الله هكون معاكم ان شاء الله في السيشن بتاعت النهاردة، وهنتكلم فيها عن برامج ال 3D Visualizing، واهمهم طبعا ك 3D Max في مجال الاركتكتشر والانتيريور ديزاين، المجال الهندسي بشكل عام. طبعا هو بيشتغل في مجالات كتيرة، بس احنا النهاردة هنتركز اكتر على اهمية البرامج وايه هي البرامج المختلفة اللي ممكن اغلبيتنا نحتاجها في مجال زي مجال الارك فيز او الاركتكتشر فيجواليزيشن او مجال الاظهار المعماري. طبعا انا هبتدي اتكلم شويه، وبعدين اللي بيبقى عايز يسال هيرفع ايده ويفك المايك بتاعه لما اقول له يلا، ويسال لو عنده سؤال او حاجه، بحيث ايه يبقى في برضو تفاعل مع بعضينا يعني في المحاضره دي. تمام. طيب، طبعا احنا الساعه 10 ودقيقه فهنبدا، وكده كده المحاضره مسجله وان شاء الله هتنزل على السايت بتاع المكان بعد المحاضرة ما بتخلص على طول. طيب، بداية، طبعا أكيد في ناس منكم عندهم خلفية، بما أنكم لو حد في المجال الهندسي أو حتى حد بيشفت كارير، هتسمعوا كتير عن برامج عامة ال 3D بشكل عام، زي مثلا أشهرهم برنامج ال 3D Max بالذات في مجال الإظهار المعماري أو مجال الانتيريور ديزاين أو شغل الديكور. طيب، احنا النهارده هنتعرف عليه كبرنامج، وهنشوف برضو ايه المنافسين بتوعه، وهل انا محتاج اتعلمه ولا مش محتاج اتعلمه بالمجالات بتاعته، وايه البرامج المكملة ليه او ايه البرامج البديلة اللي انا ممكن ابقى بستخدمها، وهكذا. طيب، بداية في اول الموضوع، برنامج ال 3 دي ماكس هو من البرامج القديمة جدا، يعني موجود من الثمانينات، اواخر الثمانينات، ايام ما كان لسه الكمبيوتر من غير ماوس، كان كيبورد بس. خلاص. بعد كده الدنيا تطورت جامد لغاية ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، طبعا بقت في حتة تانية خالص. طيب، اول حاجة، انا ليه بحتاج او ليه محتاج اتعلم اي برنامج من برامج ال 3 دي؟ تمام. وهل في فرق بين برامج ال 3 دي ولا لا؟ الكلام ده كله هنفهمه واحنا شغالين حسب المجال اللي انت عاوزه. طبعا لو اغلبيتنا بنتكلم في المجال الهندسي او الديكور او العمارة او ايا كان المجال خاص بشغل الاركيتكتشر او عامة ان جنرال، يبقى احنا بنتكلم في اشهرهم برنامج ال 3 دي ماكس. طيب، هل ده يمنع ان البرامج التانية اللي هي برامج ال 3 دي فيها اي حاجة تقلل من امكانياتها بالنسبة للبرنامج؟ هقول لك لا. هنشوف الكلام ده واحنا بنشتغل ايه البرامج المنافسه واشهرهم، ومعانا ال 3 دي ماكس. طيب، بالنسبه لل 3 دي ماكس، هو برنامج
عبارة عن انك انت بتاخد المجسم بتاعك او الموديل بتاعك، بتبنيه ككتلة جوه البرنامج، وبعدين تبتدي تحط له خامات، وبعد كده تبتدي تحط الإضاءات بتاعتك وتظهره في شكل فاينل، بحيث انك تطلع صورة او تطلع فيديو حسب المجال اللي انت بتشتغل. لو بنتكلم على المجالات الهندسية، فانت لو هتشتغل في شركة، فطبعا اي شركة بيبقى عندها مهندسين ديكور، بيبقى مطلوب البوزيشن ده، يقول لك عاوزين حد بيشتغل 3 دي ماكس وجيدا 3 دي ماكس وريندر الفي راي او ريندر الكورونا. هنفهم طبعا ايه الريندر والكلام ده كله. طيب البرنامج كبرنامج هو بيمشي بثلاث اربع مراحل. ايه هما؟ اول مرحلة انا هفتحه قدامكم عشان تشوفوه. اول مرحلة ان هو بنبدا بمرحله الموديل. يعني ايه موديل؟ يعني حضرتك بتشتغل اوتوكاد، عايز ترسم رسمه الاوتوكاد بتاعتك دي تخليها تطلع مجسمه. طيب انا 3 دي بيفيدني في ايه؟ بيفيدك انك بتقدر تبيع شغلك كعميل او كمهندس للعميل بتاعك. بمعنى، ده طبعا انترفيس البرنامج زي ما انتم شايفين كده. خلاص، هو بتبدا بحاجات بسيطه فيه، وتبتدي الحاجات دي تطلع منها بشكل المجسم اللي انت عاوز تعمله. خلاص. طيب ليه 3 دي ماكس مميز قوي في مجال العمارة او مجال الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين وكده؟ هو حضرتك انه بقى هو، عندنا الترم ده نعم، يعني عندنا ترم، تعمل ايه ترم امتحان؟ ترم امتحان ما هو صوت كام حضرتك مش امتحان؟ واضح. امم ترم امتحان ده ايه على موادك كلها ولا بتسألني عندك انت في لا لا على الفيزياء، يعني انا امتحان ال 60 درجه طوال سنه يتقسموا على ايه؟ ماشي يا شباب، معلش هو بيتكلم في موضوع تاني ونسي يعمل مايك ميوت. تمام. طيب ليه ال 3 دي ماكس مشهور قوي في مجال عامة الحاجات الهندسية؟ لان هو مشهور قوي باللاين بتاعه. الرسم فيه، لو حضرتك بترسم بيه، بترسم لاين او بترسم اي حاجه، مشهور قوي في رسم الخطوط بتاعته، وامكانيات اللاين فيه عاليه والتمكن فيها اسهل من البرامج التانية. غير ان هو اقدم، فطبعا الناس اللي شغاله بقالها سنين ومتعوده عليه، والشركات اللي اتعودت عليه، طبعا بيبقى صعب ان هي يسويتش لاي برنامج تاني، ولسه هيجرب ايه الموضوع بتاع البرامج التانية، ولسه هيتعلم من اول وجديد، والشركات تجيب ناس تشتغل برامج جديدة وهكذا. طيب هو كبرنامج بيعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، حضرتك بتدخل فيه الموديل اللي انت عاوزه، تديله خامة، تحط له اضاءات، وبعدين يبتدي يشتغل معاك. زي بالظبط لو جينا بصينا مثلا على فايل زي ده كده، دي حاجة معمولة المفروض مرسومة من الاوتوكاد، وبعدين بناخدها وبنرفع الحيطان بتاعتنا ونحط الارضيات والاسقف، وبعدين نبتدي نعمل ريندر. طيب انا عندي بيبقى الشكل عامل كده، انا برسم الكلام ده كله، بيبقى عندي الحيطان بالمقاسات بكل حاجه، وببتدي اجيب الفرش فيه عندك كذا حاجه. يا اما انت بتموديل، بتعمل الحاجه من اولها لاخرها تبنيها، سواء كان عندك صور او عندك حاجات بمقاسات ريفرنس تقدر تشتغل عليها، او بتستخدم بلوكات جاهزه. كده كده انت المفروض بتبقى عارف الاتنين، تعرف ازاي تبني الحاجه ك 3 دي، وتعرف ازاي تعملها او تستخدمها كبلوكات جاهزه. بعد ما عملنا الموديل وبنبتدي نرص السين بتاعنا، وطبعا بيبقى عندك انت ريفرنس وعامل المود بورد بتاعتك وكل حاجه، بتبتدي تحط الخامات، تبتدي ترص الموديلز بتاعتك، تبتدي بعد كده تظبط الاضاءات، وبعد كده اخر حاجه خالص تحط الكاميرا بتاعتك زي ما انا عامل كده. وبعدين اخر حاجه خالص ان انا باجي اقول له اعمل لي عمليه الريندر وهي عمليه الاظهار. لو جينا بصينا كده دلوقتي هيبتدي يظهر معايا المشهد، هتشوفه دلوقتي. بيبتدي يظهر معاك بالمنظر ده. طبعا زي ما انتم شايفين العمليه اللي بتتعمل دي عمليه اسمها عمليه الريندر، اللي هي الحسابات. بيعمل حسابات المشهد، سواء من الاضاءات اللي انت بتحطها له، الترتيبه بتاعت المودلز اللي موجوده، كل حاجه بيعمل لها الحسابات بتاعتها. تمام. حاجه اسمها الريندر، دي المرحله الفاينل خالص، اللي احنا بنطلع من، يعني كلمه ريندر معناها ان انا بطلع صوره من برنامج 3 دي. طبعا هو شغال عمال بيحسب. لو تاخدوا بالكم الصورة كل شوية بتتحسن بتتحسن، بصوا في تحت بار كده شغال عمال بي ايه، بيقول لك باس 17، هو عمال بي ايه، بيعيد ويزيد ويعيد ويزيد لغاية ما المشهد يطلع احسن حاجة. تمام.
طيب طبعا انت لما بتيجي تتعلمه كبرنامج انت بتدرس بقى كل حاجه من الصفر، ازاي تبني كل الكلام ده من اول بدايه خالص لغايه الاحتراف، ازاي تحط الكاميرات بتاعتك، ازاي تعمل اضاءات، ازاي تحط الخامات، لغايه ما تطلع انك انت ترندر حاجه يبقى شكلها اللي يشوفها يقول لك واو دي واقعيه. طيب انا دلوقتي لما كعميل استفدت ايه لما تيجي تقول لي هديك فايل 3 دي تتفرج او اطلع لك صوره 3 دي؟ انا كعميل لو انا عاوز عندي شقه او عندي حاجه عايز اظبطها كشغل ديكور، طيب انا دلوقتي في دماغي فكره كمهندس او كمصمم، عايز اوري للعميل، عايز اقول له مثلا والله الكرسي اللي هيتحط هنا الموديل بتاعه كذا، شكل الحاجه اللي هتتحط كذا، الافكت بتاع الحيطه عامل كذا، الرخام نوعه كذا، لو في تابلو مثلا هيبقى شكله كذا. الكلام ده لو انت قعدت توريه له كده كصور مستقله ممكن التخيل ما يبقاش تمام. او لو انت جيت توري له حاجه اوتوكاد، ما انا ممكن اجي اقول له وريني حاجه اوتوكاد، بس الاوتوكاد هيبقى عامل ازاي؟ مش كل الناس بتفهم هندسه، مش كل الناس مهندسين. فلو انا جيت وريته مثلا فايل اوتوكاد زي كده، هنفتح دلوقتي فايل اوتوكاد مثلا حاجه زي كده، ده فرع المحل بتاع تيفال، بتاع الحلل والحاجات اللي هي الصواني وكده. تمام، ده المحل من التوب فيو، خلاص ده الاوتوكاد بتاعه. طيب انا لو جيت وريت العميل حاجه زي كده، عايز اوري له شكل الفرش اللي هيتفرش جوه، شكل الاضاءات، الكلام ده كله، مش هينفع اوري له اوتوكاد، مش كل العملاء هتفهم الاوتوكاد حتى لو طبعته او رسمته على اللوحه زي زمان. تمام، فبحتاج ان انا اقلبه ك 3 دي. هتقولي طب هو يعني كل اللي بيشتغل 3 دي بيبقى شغله مطلوب؟ اه طبعا، لانك انت كشركه هندسيه، شغل شركه بتاعه ديكورات، لما تيجي عايز توري العميل شكل اللوكيشن بتاعه او شكل الشغل بتاعه، هو محتاج يشوف الدنيا هتمشي ازاي، محتاج يفهم الستايل اللي انت فرشه والالوان اللي انت مستخدمها، الكلام ده كله. طيب فيبقى اذا احنا عندنا كمجال 3 دي، كمجال هندسي، برنامج زي 3 دي ماكس طبعا مطلوب جدا. الا لو انت بتشتغل في موقع دي قصة تانية، لكن لو حضرتك بتشتغل في مكتب هندسي او كمصمم او حد بيشتغل في شركة او شغله حر، طبعا محتاج تبقى عارف برنامج زي برنامج 3 دي ماكس. طيب ايه البرامج اللي انا ممكن اكون محتاج لها؟ حضرتك مبدئيا كده لازم يكون معاك 3 دي ماكس، ولازم يكون معاك اوتوكاد، ولازم يكون معاك فوتوشوب. دي كبرامج اساسية. يعني اي حد بيشتغل في المجال بتاعنا مجال الهندسه محتاج طبعا الاوتوكاد ده جوكر، الفوتوشوب ده اساسي، ال 3 دي ماكس. خلاص. طيب بما اننا بنتكلم عن عالم ال 3 دي، فاحنا عايزين نعرف ايه هي البرامج المنافسه لينا، وايه هي البرامج واستخدمها امتى، وامكانيات برنامج ال 3 دي ماكس نفسه بيعمل ايه، يعني كبرنامج 3 دي ماكس انا ممكن استخدمه في ايه. طيب دلوقتي احنا عندنا المجال عامة بتاع ال 3 دي هو مجال كبير، وطبعا احنا في زمن دلوقتي شغل حاجات الاي اي وشغل الاعلانات وشغل الاركيتكتشر، كل ده داخل فيه 3 دي، وشغل الافلام، كل ده لازم بنحتاج فيه حد بيشتغل 3 دي. طب هل الموضوع مقتصر ان انا ابقى مهندس بشتغل بس شقق وفلل وحاجات زي كده؟ لو انت عايز تشتغل في المجال ده براحتك. لكن مثلا عندنا مجال تاني زي مجال البوسز، وده برضو مجال من المجالات المطلوبة جدا في السوق. شغل البوسز اللي هي حاجات شغل المعارض والاستندات بتاعة المعارض، فتبقى 3 دي بوسز. وده بوزيشن مطلوب جدا، لو ناس بتدور في الشغل على السوق في السوق هتبصوا تلاقوا ان ده من الاحد الحاجات اللي مطلوبة جدا. طبعا ده بيشتغل ك 3 دي. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل الديزاين وبروح داخل في ال 3 دي بتاعي، ابني ارسم شكل البوز بتاعي بحيث العميل يقدر يتصور شكل الحاجه بتاعتك. بعد كده بتقدر تقول له انا والله مثلا هنفذ لك الحاجه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بعد ما بيوافق. فطبعا ده مجال تاني بيفتحه لك مجال 3 دي زي 3 دي ماكس. طيب المعلومه اللي احنا عاوزين بقى نوصلها للناس او نصححها للناس، احنا مثلا عندنا برنامج زي برنامج البلندر، معرفش طبعا الناس سمعت عنه ولا لا. برنامج البلندر ده برنامج لسه طالع من 2017 تقريبا. ده برنامج 3 دي برضو، بس هو بيلعب لعبة حلوة قوي. ايه هو؟ بياخد المميز في البرامج التانية وبيحطه عنده. يعني احنا عندنا من اشهر البرامج، انا بجيبه لكم هم بالترتيب اهو. عندنا برنامج ال 3 دي ماكس، ده تبع شركة اوتوديسك اللي هي عامله الريفت وعامله كل الحاجات بتاعت الحاجات الهندسيه. وعندنا برضو اوتوديسك مايا، ده برضو برنامج تاني للموديلنج. وعندنا برنامج البلندر، وعندنا السينما 4 دي. عندنا برامج كتيره قوي لل 3 دي. اشهرهم واقدمهم المايا والماكس، دول يعتبروا الاب الروحي لكل البرامج اللي طلعت بعد كده.
طيب البلندر برنامج ظريف جدا ومنتشر بقاله فترة كبيرة جدا في السوق، بس هو برضو في الحتة الهندسية ما اقدرش اقول ان هو زي الماكس في القوة بتاعته، لكن هو برنامج بيعمل موديل وبيعمل اضاءات وبيعمل خامات وبنطلع منه برضو صور وفيديوهات. يعني اذا حضرتك لو عاوز تخش في اي مجال ليه علاقة بمجال ال 3 دي فيجواليزنج، فيجواليزنج اللي هو اظهار او الاظهار المعماري او الاظهار شغل الاعلانات او الخدع او كده، فحضرتك محتاج يكون معاك برنامج واحد لل 3 دي. ايه اللي بيخليني اقرر انا هاخد برنامج ايه؟ هو المجال بتاعك. لو انت هتشتغل في شغل الافلام او هتشتغل في شغل الاعلانات يبقى انت محتاج 3 دي ماكس او مايا. البلندر لغايه دلوقتي هو جميل وكل حاجه، بس حلو قوي لو واحد بيتعلم المجال من الاول. يعني واحد لسه بيشتغل كفريلانس، مش متقيد بشركه معينه، هيخش مثلا في شغل الاعلانات شويه، هيخش في شغل. طب هل ده يقلل من قيمه البرامج التانيه؟ لا. بس لو انت بتتكلم كشغل شركات، الشركات الطلب اكتر على البرنامجين دول. طبعا المايه ده للناس اللي بتشتغل شغل الكرتون وشغل الافلام اكتر وشغل الحاجات اللي فيها الخدع والكلام ده كله. الماكس برضو مطلوب، بس في مصر او في الوطن العربي هتلاقيه اكتر في المجال الهندسي. تمام. طيب برنامج البلندر هو زي ما بيقولوا برضو بيشتغل في كل المجالات وكلهم بيشتغلوا في كل المجالات. يعني لو حضرتك جينا دخلنا على الويب سايت بتاع شركة اوتوديسك وجينا كده بصينا على ال 3 دي ماكس، هتبص تلاقي داخل في مجالات كتير. لو جينا بصينا على الفيديو ده كده، طبعا زي ما شفنا مجال المنتجات، هنا مجال الكاركترز. برضو بيدخل في مجال الألعاب، الناس اللي بتشتغل في شغل الألعاب، صور، حاجات افكتات. فإذا حضرتك أنت كحد بيشتغل، فأنت محتاج يكون معاك برنامج 3 دي. أي برنامج 3 دي يقدر يعمل أي حاجة من اللي احنا شفناها دي عشان بس نوصل للنهاية، النتيجة النهائية. الرق في الليلة دي كلها حضرتك إمكانياتك وتعلمك للبرنامج ومدى تمكنك منه عامل إزاي. يعني لو انت بتشتغل 3 دي ماكس متمكن تقدر تشتغل في اي مشروع انت عاوزه. لو انت بتشتغل في البلندر تقدر برضو تعمل اللي انت عاوزه. طيب الليلة كلها في ايه بقى؟ ازاي ان انا، او ايه البرامج اللي انا بأتقنها جنب البرنامج بتاع 3 دي ماكس مثلا؟ طيب احنا دلوقتي عندنا موضوع ان انا عملت الموديل بص انا في ورصيته قانون كده وحطيته. يا ريت فبتشوف الكل يعمل ميوت المقاس بعد الاساسي. اذنكم. تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا حطينا المودلز بتاعتنا ورصيناها بايا كان الشكل اللي انا بعمله. عندي لوكيشن زي كده، ببتدي احط الحاجه بتاعتي واظبطه. طبعا الكلام ده كله انت بتتعلمه لما انت بتاخد الكورس او بتشتغل، بتبقى فاهم الحاجات دي بتستخدمها ازاي. وطبعا في مكتبات كتيره جدا بتقدر انك انت تجيب مودلز جاهزه وخامات جاهزه وتشدها دراج ودروب تحطها عندك في الملف بتاعك. لو جينا مثلا بصينا هنا هتلاقوا مكتبه مودلز كامله 3 دي، كل شويه بيتعمل لها ابديت. حاجات فيها زرع ولوكيشنز كاملة، لو حاجات بتنزل الحاجة اللي انت عاوزها تقدر تنزلها وتستخدمها معاك في الفايل. يعني مثلا عاجبني الكرسي ده عايز احطه في اللوكيشن، او عاجبني مثلا، خلينا نجيب الكرسي اللي فوق ده، وزرع وازايز، كل دي اكسسوارات. مثلا سي بيبان، شبابيك، كل دي حاجات جاهزة. طبعا انت الصح انك تبقى بتعرف انت تبنيها بنفسك، وبعد كده ايه مثلا ننزل التابلو ده.
وندخله عندنا في المشهد بتاعنا. هنلاقيه اهو نزل اهو زي ما انتم شايفين. تقدر بعد كده تاخده وتحطه في المكان اللي انت عاوزه، مثلا هنا اهو. طب انا مثلا عايز اخد منه شوت كاميرا اصوره، احط الكاميرا بتاعتي واجي اقول له اعمل لي عملية الريندر. طبعا انا بكون مظبط الاضاءات ومظبط الدنيا بتاعتي. اجي اقول له طبعا احنا هنتكلم عن عملية الريندر دي بالتفصيل. احنا عشان حطينا كاميرا جديدة فبنحتاج نشغل حاجات جواها عشان اقدر اقول له ما تشوفش الحيطان، لان هو لما عملت ريندر شاف الحيطة. فانا بشغل حاجة دلوقتي هقول له ما تشوفش الحيطان. كده اهو تمام. اجي دلوقتي اقول له هنحتاج برضو نظبط اللي هو الفار ونبص عليه كده اهو. هتبص تلاقي البرواز بتاعي اللي انا ضفته نزل في المشهد بتاعي. طيب فاذا انا محتاج برنامج ال 3 دي في ايه؟ ان حضرتك عايز توري شغلك للعميل، او عايز تشوف الفكره اللي في دماغك، او عاوز تشوف التخيل بتاعك. فبتبتدي تشتغل على الفايل بتاعك. بتشتغل الاول كاوتوكاد وتبتدي تحط الفكره وتشوف الستايل اللي هتمشي عليه. وبعد كده بتبتدي تدور على الموديل، سواء حاجات جاهزه هتستخدمها او حاجات انت هتعمل لها موديلنج بنفسك هتبنيها. يعني مثلا عايزين نعمل ترابيزه، عايزين نعمل حاجه معينه، كنب، كراسي، ايا كان. تقدر انك انت تبنيها وتبني اللوكيشن، وبعد كده تيجي تبتدي انت ايه تظبط الدنيا. مثلا تعالوا نبص على مشروع تاني، برضو غرفة نوم، حاجة زي كده. طبعا اقدر اغير الخامات. تعالوا نبص شكلها عاملة ازاي في الريندر الاول. ده هنا مثلا معمولة مود بالليل. طبعا احنا لسه بقى بنغير الخلفيات بره، ونقدر نغير، نحط زرع، نحط شجر، نحط اللي احنا عاوزينه. بتقدر انك انت تتخيل شكل حاجه. طبعا اللون الاحمر ده صعب جدا. اقدر بعد كده ان انا اغيره. اجي مثلا اقول له لا انا عايز خامه تانية، فنقدر نفتح عندنا خامات جاهزه. وطبعا انت بتقدر تعمل الخامات بمزاجك، يعني تقدر انت تغيرها او تبنيها. اجي اقول له من هنا انا عاوز الخامات. اجي مثلا اقول له انا عايز حاجات فابريك اهي. هتلاقيه بقى حاطط لك خامات كتيره جدا. نقدر مثلا نختار خامة زي دي، اعمل لها داونلود واقول له حطها لي على الاوبجكت بتاعي او على الموديل بتاعي. يبقى اذا انت عندك الموضوع مترتب في اي برنامج 3 دي اهو. هنمسكه كده نجيبها عليه اهي. خدت الايه على المخدات برضو. دلوقتي لو جينا عملنا ريندر دي اللي انتوا زي ما انتوا شايفين كده بتشوفوا شكل الحاجات بتاعتك عامله ازاي بعد ما تحط الاضاءات، وبيعمل لك عمليه الحسابات عشان تقدر تطلع الواقعيه. طيب انا ازاي بقدر اطلع الحاجه بشكل واقعي؟ طبعا خلي بالكوا هو لسه شغال عشان ما حدش يتخض يقول لي يا الصوره عامله كده ليه. لسه شغال. انا المفروض لما باجي اتعلم برنامج زي 3 دي ماكس ده المفروض اتعلم ايه؟ ثلاث مراحل. مرحله الموديلنج اللي هي البنى بتاعه الموديل نفسه، ودي مرحله مهمه جدا. خليني اكتبها كده للناس اللي عايزه تبقى برضو ايه بتشوف الموضوع. اول مرحله عندي اللي هي مرحله الموديلنج، ودي اللي هي بناء المجسم بتاعك. تمام. نعملها كده ونخليها ايه فونت كبير. مرحله الموديلنج. تاني مرحله اللي هي اللي انا برضو محتاج ابقى بعرفها كويس، مرحله الشيدنج، او اللي هي بنسميها مرحله الخامات. ان انا بركب خامات على المجسم بتاعي عشان ابين الحاجات الميتال والحاجات الحديد والحاجات اللي هي مثلا ميه ازاز، حسب الخامه بتاعتك من واقع الحياه بتاعتنا بتبقى عامله ازاي. بعد كده مرحله اللايتنج اللي هي مرحله الايه، الاضاءه.
اضاءة. تمام، مرحلة الإضاءة. طيب، اخر حاجه خالص اللي هي مرحله بقى الريندر، اللي هي انتوا بتشوفوها، اللي هي ازاي اطلع ايه الصوره بتاعتي بشكل فاينل. وبعد كده المرحله الاخيره اللي هي بنسميها مرحله البوست برودكشن. الخمس مراحل دول اي حد بيشتغل في برامج ال 3 دي محتاج يبقى بيتعلمهم. طبعا بتختلف حسب مثلا ما انت بتدرس، بتاخد كورس معين اللي بيدي لك المعلومات او بيدي لك الكورس، انت بتاخد المعلومات بتاعته في الموديلنج كام في المية موديلنج، وكام في المية شيدنج، وكام في المية اضاءات لايتنج، وكام في المية ريندر، وكام في المية بوست برودكشن. ليه؟ لان كل واحد من دول يعتبر اكنه مجال. انك تبقى بتعمل موديل شاطر ده مجال، انك تبقى بتعمل خامات كويسة بشكل واقعي ده مجال، اللايتنج ده ليه مجال، والاضاءات بكل حاجتها بالريندر بكله ده ليه تخصص، البوست برودكشن ده ليه تخصص. طبعا هي اللي يسمع تخصص يقول ايه انا هقعد اذاكر برامج، لا. انا قصدي ان كل واحدة من دول ليها التريكات بتاعتها وليها المشاكل بتاعتها. فطبعا كل لما بتبقى انت عارف حلول اكتر للمشاكل، تريكاتك وانت شغال، الطرق بتاعت الشغل اللي تسهل عليك، كل ما بيبقى خبرتك اعلى فكل ما تقدر توصل بسرعة في المجال بتاعك. فالخمس مراحل دول مهمين جدا جدا، لان هم دول اللي انت بتعمل بيهم الصورة او الفيديو بتاعك بشكل فاينل. طيب احنا عندنا في مجال ال 3 دي عامة، عندنا نوعين من الاوتبوت، المخرجات اللي احنا بنخرجها من البرنامج، سواء صور ستيل، صور ثوابت كده، او فيديوهات. خلاص، تعالوا كده افرجكم على شوية مشاريع انا كنت اشتغلت فيها كده، حاجات بسيطة بتبين اللي انا عاوز اقوله ده، حاجات انا عملتها، مشاريع اشتغلت عليها. وبرضو لو حد عنده اي سؤال نقدر ان احنا نتكلم عنها. فمثلا عندنا ده محل بتاع موبايلات اسمه اي ميديا. خلاص، ده محل العميل جاي عنده زي تصميم بألوانه بكل حاجاته، قال لي والله أنا عايز أتخيل شكل المحل ده في مول في 6 أكتوبر. تمام. فالمول، أي مول عامة للناس اللي هي شغالة في المجال أو كده، أي مول في الدنيا لازم الأول توري له الرسومات الهندسية، وتوري له ال 3 دي، وتوري له كل حاجة بالتفصيل عشان يديك الموافقة إن هو موافق على إنك أنت تعمل الديزاين ده ولا لأ. المول بيبقى ليه شروط في الديزاين، ساعات بيتدخلوا كمان في التصميم. تمام. فعملنا المحل عايز يشوف المساحات بتاعته، كل حاجه بنشتغلها بمقاسات، شكل الكاونتر ده يشيل كام علبه مثلا موبايل، جرابات، شنط، هنا شويه حاجات، هنا يحط مثلا لوحات مضيئه، حاجات باكلايت او لايت بوكسز، وهكذا. فده مثلا قدر ان هو يشوف شكل الحاجه بتاعته قبل ما تتنفذ. طيب هنا مثلا دي برضو كان عامل فرع تاني، ده قدام سيتي ستارز هتلاقوه في مدينة نصر. برضو كان عايز يشوف شكل المحل من جوه، فقعدنا اشتغلنا عليه. اوريكم برضو، هنا حطينا واحد كده قال يعني، وكان لسه الايفون 10 نازل، شوفوا بقى ده من سنة كام. خلاص، بيقدر بيه يتخيل شكل الحاجة. ده هنا مثلا حد عامل كان شغل اعلانات، شايفين البصل ده؟ لانك انت مجال زي ما اتفقنا، مجال ال 3 دي بتقدر تستخدمه في اي حاجة. يعني انا عايز اي حد منا ان شاء الله ناوي يتعلم 3 دي، ايا كان البرنامج اللي هتتعلمه، انت هتتعلمه. يعني حاجه اقول لك ايه، ما فيش حاجه اسمها ماكس معماري او كده، لا. هو مشهور في مجال الاركيتكتشر او الانتيريور ديزاين، بس انت كشغل 3 دي الصح انك تطلع تقدر منه تشتغل في كل المجالات. يعني مثلا ده بوستر، العميل جه قال لي انا عايز اعمل حلقات بصل بشكل معين عشان احطها في بوستر، ده بوستر ملوش دعوه ولا بالاركيتكتشر ولا بمجال العماره ولا انتيريور ولا اي حاجه، بوستر. عملنا البصل ده 3 دي وخدوا ركبوا في الديزاين بتاعه. تمام. ده مثلا مشهد خارجي، مدينه كده كنا بنبني مدينه، ده 3 دي على فكره عشان الناس اللي هي ايه، ده كواليتي. فهي الكواليتي دي واحد يقول لك ايه ده شكلها متصوره. ما هو ده بقى الليله في انك انت بتدرس الموضوع، او لو عايز تتعلمه صح تبقى واخده مع حد خبره، حد شغال في السوق، عشان تقدر منه توصل للكواليتي دي، تاخد بقى الواقعيه وتعرف ايه المشاكل، ازاي اوصل لحاجه زي كده. لان الفكره مش فكره ان انا اديك معلومات وخلاص. يعني في ناس تفتح البرنامج يقول لك بص ده بيعمل بوكس، ده بيعمل دايره، ده بيعمل كوره، والله وظريف وخد بص واشتغل على كده. لا، انت هنا بتتعلم او كشغل لازم تتعلم ازاي تعمل الحاجه بالظبط.
ده شغل مثلا، شغل البوسز بيطلب مني مثلا شغل بوسز. لو تاخدوا بالكم مجالات مختلفة. هنا مثلا ده مشهد انتيرير، كان حاجة كده في الفضاء تخيلية يعني. ازاي اوصل للواقعية دي وترص الحاجة وتاخد زوايا الكاميرا مظبوطة. بصوا مثلا حاجة زي كده، حاجة زي كده. تمام. ده مثلا كان عايز يعمل لوجو مضيء اسمه نيون مايند. هو طبعا شكل الكتابة اصلا مختارها مشبكة، بس هو عايز يشوف شكل اللوجو مضيء ازاي تعمله بالاسلاك بتاعته بالدنيا بتاعته. تمام. فدي كلها صور حاجات ثابتة. طب تعالوا نبص كده. حاجة اعلان يكون فيه انيميشن. ده مثلا اعلان لميه ايفال في السعوديه، تبع السعوديه. ده معمول 3 دي ماكس في مجال الاعلانات. تمام. فهو كبرنامج 3 دي انت تقدر تطلع منه اللي انت عاوزه. يعني انا ضد تماما الناس اللي بتقعد تقول ايه والله ده احسن من ده او ده احسن من ده، لا. كل واحد ليه الادوات بتاعته وليه الامكانيات بتاعته. لو انت تمكنت في واحد هتقدر تشتغل في اي مجال انت عاوزه. بس طبعا نخلي بالنا ان كل مجال ليه الحاجات بتاعته. يعني مثلا الميه اللي انا عاملها دي، دي ليها برنامج بيتعمل له سيت اب على 3 دي ماكس نقدر نشتغله، اسمه فينيكس. بس هي من غير ما تبقى انت عارف الاساس انك الاول تبني الحاجه 3 دي وتظبط الاضاءات وتحط الخامات مظبوطه. يعني الحاجات دي بتبقى متطوره. انت الاول احترف البرنامج وبعدين تبتدي بقى تخش في المجال اللي انت عاوزه. عاوز اعلانات، عاوز تشتغل. بصوا مثلا، دي مثلا كانت صوره تانية حاجه للموبايلات، هبقى اوريكم الفيديو بتاعها كامل. في برضو هنا مثلا ده كان روبوت موديل، عاملينه موديل. بعد كده حطينا خامات. ده شغل الكاركترات. وبدأنا نحط عليه ايه خامات مختلفة، اولد راست، مصدي، ميتال. هنا ركبناه كده على حاجة خلفية سريعة كده بحيث تبين شكل الايه الموديل بتاعنا. تمام. فقصدي انت تقدر تشتغل في مجالات مختلفة كتيرة جدا عشان تقدر تخش في مجال اللي انت عاوزه. بس اهم حاجة في القصة دي كلها انك تقدر تحترف البرنامج، تفهم البرنامج كويس، بعد كده تقدر تخش على الدنيا اللي انت عاوزها. طيب، انت كمجال معماري هتلاقي الطلبات في السوق اكتر على ال 3 دي ماكس. خلاص. البلندر زي ما اتفقنا. البلندر مشكلته في حاجه، هو ميزته في ايه؟ ميزته ان هو طبعا برنامج مجاني. يعني بلندر لو انت دخلت عليه كده على النت على الويب سايت بتاعه هتخش عليه، هتقدر. هو معتمد على التبرعات لان هو مش تبع شركه. بلندر اللي عامله شويه ديفلوبرز يوزرز، ناس عاديين خالص، عملوا البرنامج وابتدوا ياخدوا. كان في الاول طبعا طالع ضعيف جدا، بعد كده ابتدوا يطوروا فيه وابتدوا يضيفوا فيه حاجات بحيث ان هو يوصل لقوة البرامج التانية. بس هو كبرنامج الواحد لسه بيتعلم كده ولسه مش عارف هو رايح في انهي مجال بالظبط. ممكن تخش تتعلمه، الناس بتحبه قوي لان هو الكوميونتي بتاعه عشان مجاني طبعا فكبر. بس في نفس الوقت لسه مش بيطلب بالاسم في الشركات او بيطلب في مجالات محددة قوي. طيب لكن مجال الديكور ومجال العمارة ومجال الهندسي بشكل عام، طبعا ال 3 دي ماكس رقم واحد. حتى هتلاقوا انتوا الشركات لو كتبت كده على اي اعلان او بتدور على اي شغل هتلاقي بيطلب كده حد يجيد ال 3 دي ماكس والديزاين وهكذا. خلاص. طيب، نيجي بعد كده في مرحلة البرنامج ك 3 دي. بنعمل الموديل وبنطلع بالحوائط ونبتدي نرص الدنيا بتاعتنا. يعني مثلا خليني اوريكم حاجه سريعه كده. مثلا لو عندي غرفه زي كده انا هرسم حاجه جوه البرنامج. هنقول مثلا يعني انا عندي مثلا شقه او اوضه مثلا، حاجه بالشكل ده كده. تمام. طبعا انت هتيجي بعد كده، انا بوريكم كده حاجه سريعه. نعمل لها السمك بتاع الحيطه بتاعتها. تعالوا نبص عليها. وبعدين اروح جاي اقول له انا عايز اطلع بالحيطان دي كده، واكتب المقاس اللي انا عاوزه. ادي مثلا 3 متر. والباب طبعا انا عامل حاجه مساحه كبيره يعني. خلاص. وبعد كده ابتدي احط الارضيات وابتدي ارص الدنيا بتاعتي. اقدر مثلا عايز اعمل الارضيات. عندنا مثلا اشكال مختلفه لعمل الارضيات. ممكن اعمل بلان دلوقتي كده واديله موديفاير، حاجه اسمها موديفاير.
اسمه فلور جنريتور. بصوا عمل لي شكل الارضيات، تقدر تكتب منه المقاسات اللي انت عاوزها. اقول له مثلا 30 في 40 مثلا. بصوا عمل لي ايه الارضيات بتاعتي لو عملنا كده. بصوا موديل جاهز، تقدر تختار اشكال مختلفة. بصوا عملها لي اللي هي بلاطة وبلاطة، واقدر اتحكم في كل حاجة. ودي بصوا حاجات اهي كلها الهكساجون اللي هي تبقى عاملة كده، شايفين؟ تقدر تتحكم وبعدين تديلها الخامات بتاعتها وتحط الاضاءات وتطلع في الاخر شكل الصورة بتاعتك. فاذا الموضوع كله ترتيب الخطوات ازاي تشتغل بيها وازاي تبقى متمكن منها، هي دي اللعبة بتاعة البرنامج. طيب دلوقتي انا عشان اعمل الاضاءات اللي انتوا شفتوها دي، اللي هي الاضاءة، بص انا حاطط الاضاءة هنا والاضاءة هنا، وعامل اضاءة من بره مثلا داخلة وهكذا. الاضاءات ليها برامج بنحتاجها عشان تشتغل معاه. اشهر البرامج دي اللي هو ريندر شركة كيوس جروب، عاملة نوعين من الريندر. عاملة ريندر اسمه في راي. الفي راي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن برنامج بيتعمل له سيت اب على 3 دي ماكس. طبعا الفي راي ده كريندر انتوا هتسمعوا لو انتوا في المجال بتاع الاركيتكتشر، هتسمعوا كلام كتير على ريندر الفي راي، وريندر تاني اسمه الكورونا، كورونا ريندر. دول اشهر نوعين من البرامج اللي بتعمل حسابات الاضاءات. يعني انا دلوقتي بشتغل، هتلاقي هنا ده التول بار، شريط الادوات بتاع الفي راي. خلاص، دي اضاءاته. يعني انا عايز احط اضاءه، هاجي من هنا اقول له هات لي اضاءه الفي راي، بختار ادي اضاءه الفي راي، النوع بتاعها مثلا ايه اهي، حطينا بلان، واقول له اهو ده شكل اضاءه. الاضاءه دي بتاعت ريندر ايه؟ ريندر الفي راي. ده برنامج الفي راي، هو بيتعمل على 3 دي ماكس، بيشتغل على 3 دي ماكس، يعني انت بتعمل له سيت اب على 3 دي ماكس. خلاص، الفي راي ده بينزل بايه؟ معاه اوبشنز كتيره جدا، منها الاضاءات بتاعته، منها زي ما انتم شايفين المكتبه اللي بيبقى فيها الخامات وبيبقى فيها حاجات جاهزه وموديلز وهكذا. وعندنا الريندر التاني اللي هو الكورونا، حاجاته اهي برضه. ده برنامج انا طبعا منزل الاثنين لان انا بشتغل الاثنين وبدرس الاثنين. فده ريندر الكورونا، ده الادوات بتاعت الكورونا وده الادوات بتاعت الفيري. انت لما بتيجي تشتغل انت بتحدد واحد هتشتغل بيه، يعني يا هتدرس الكورونا يا هتدرس ريندر الفيري. عشان كده هتلاقوا دايما السوق فيه اختلاف كبير جدا في الجزئيه بتاعت اشتغل ريندر فيري ولا اشتغل ريندر كورونا. وهتسمعوا ناس بيقول لك الفيري احسن، ناس تقول لك لا الكورونا احسن او اسرع او كده. طبعا اسرع او احسن او اوحش دي بتفرق في ايه؟ بتفرق في الوقت. يعني بص انا دلوقتي هطلع الصوره، الصوره هتطلع في وقت قد ايه خلصانه. بصوا مثلا دلوقتي انا دي عاملها بتعمل حسابات الريندر اللي احنا بنعمله دي. حضرتك بعد ما بتعمل المشروع وبتخلصه وبتظبط كل حاجه عاوز تطلعه فاينل، دي الحسابات بتاعت الريندر. شايفين المربعات دي اللي بتخلص؟ هو ده الفاينل بتاعك بتاع الصوره. طبعا في بقع وفي مشاكل فيها لان انا مقلل الكواليتي. طيب انت لما بتيجي تدرس اي نوع ريندر، والكلام ده ينطبق على كل انواع الريندر، بيبقى عندك نوعين من الريندر. الريندر المبدئي اللي هو انا بتست فيه، عشان كده ببقى عاوز الجهاز يبقى بيشتغل بسرعة، فما بعليش الكواليتي بتاعت الحسابات بتاعته. يعني هنا مطلع لي شوية مشاكل في الحسابات وبقع كده لان انا مش معلي قوته في الحسابات. فهو مطلع لي حاجه مبدئيه بقدر منها ان انا اتخيل شكل الصوره بتاعتي، عشان ما اعملش كده. لانك ممكن، خلي بالكم، حسب طبعا امكانيات جهازك وحسب حاجات كتيره، الريندر ممكن يقعد يرندر معاك بالثلاث خمس ست سبع ساعات في الصوره الواحده. طبعا التركايه في ايه؟ لو انت دارس البرنامج بتاع الريندر بشكل محترف، هتبقى انت اللي بتتحكم في الوقت. خلاص، عمليه الريندر اللي احنا بنعمله ده دلوقتي كده، الحسابات اللي انتوا شايفينها دي، دي اسمها حسابات الريندر. خلاص. طيب ففي ناس تقول لك ايه؟ الفي راي اسرع في الريندر، ناس تانية تقول لك لا الكورونا بيطلع الصورة بسرعة. طبعا الكلام ده كله غير سليم لسبب واحد. عملية الريندر هي معتمدة على حضرتك اللي شغال، انت متمكن من الامكانيات بتاعتك، فبتعرف تظبط الاعدادات بتاعت كل حاجة، تقول له اشتغل بسرعة، اشتغل سريع، وفر لي قد ايه في الوقت. انت اللي بترص الاضاءات بتاعتك. يعني من احد الحاجات اللي بتطول في وقت عملية الريندر مصادر الاضاءة الكتيرة، والاضاءات تبقى قوية ولا ضعيفة. لو الاضاءة قوية بياخد وقت اطول في الحسابات بتاعت الصورة. طيب المودلز، هل انا مستخدم مجسم؟ بصوا الموديل ده لو جينا بصينا عليه كده، هتلاقوا ان هو كموديل
لو جينا بصينا كده، بص انا شايف ده التقسيمه بتاعته، شايفين الخطوط اللي فيه؟ دي بنسميها المش بتاعي، ده اسمه مش بلغه ال 3 دي، اسمه مش. يقول لك الموديل ده المش بتاعه تقيل. يعني ايه المش بتاعه تقيل؟ يعني لو حضرتك دخلت، عدد النقط اللي فيه كتيره جدا، عدد الايدجات اللي هي الخطوط بتاعتك، السيجمنتس بتاعتك كتيره جدا. تمام. كل لما الموديل بتاعك بيبقى تقيل، ده بيتقل في وقت الريندر بتاعك. فاذا الموضوع مش بس فكره برنامج الريندر، لا ده راجع لكمان لو انا عندي موديل تقيل. طيب الحاجه التانيه، امكانيات جهاز حضرتك. ممكن جهازك عالي جدا يرندر الحاجه بسرعه، ممكن جهازك يبقى بيبطأ. فهو الموضوع مش فكره انا بشتغل في راي بس ولا بشتغل كورونا بس، لا الاتنين بيطلعوا نفس النتائج، والاتنين بيعملوا نفس كل حاجه. وحضرتك في الاخر امكانيات جهازك بتحكم، حجم الملف بتاعك بيحكم، الموديل اللي انت مستخدمه تقيل ولا خفيف ده بيحكم. طبعا انت لما المفروض بتاخد كورس او بتيجي تتعلم، الصح للي بيعلمك انه يعلمك ازاي تخلي الحاجات دي تبقى خفيفه، ازاي اوفر في وقت الريندر، ازاي استخدم التريكات المختلفه، ازاي اسرع الريندر بتاعي. يعني ليها طبعا حاجات كتيره جدا، بس طبعا دي بتبقى راجعه حضرتك دارس ازاي او المعلومات اللي عندك عامله ازاي. عشان كده لو انت معلوماتك مش احسن حاجه في الدنيا، ممكن الحاجة تاخد منك وقت طويل جدا، وغيرك لو فاهم كويس يقدر يطلعها في وقت قصير جدا. طيب الفي راي وال 3 والكورونا، هما يعني زي ما بنقول كده هما وجهان لعملة واحدة. يعني الفي راي طبعا انا لما حد بيسالني اشتغل في راي ولا كورونا، انا بشتغل الاثنين. بس هو الفي راي فيه لغايه دلوقتي ميزتين حلوين. اول حاجه، الفي راي بينزل على البرامج دي كلها، على 3 دي ماكس، سينما 4 دي، برنامج اسمه هوديني، برنامج المايا، نيوك، الريفت، الراينو، السكتش اب، الانريل. كل دي برامج بتشتغل يتسطب عليها الفي راي. الكورونا هتلاقي نازل للسينما 4 دي ولل 3 دي وال 3 دي ماكس بس. لو جينا كده نزلنا تحت اهو، كورونا 4 سينما 4 دي وكورونا 4 3 دي ماكس. طبعا السينما 4 دي برنامج 3 دي. هتقول لي طب انا بشتغل 3 دي ماكس مش محتاج السينما 4 دي، هقول لك ماشي، بس انا بتكلم يعني انت لو حبيت بعد كده مثلا تتعلم السينما 4 دي، عايز تستخدم الفي راي، مش هتلاقي له الكورونا مثلا في المايا، برنامج المايا برنامج 3 دي، هتلاقي بس للسينما 4 دي وللايه وللكورونا. لكن الفي راي اشمل اكتر، دي نقطة في صالح الفي راي. طيب الكورونا لما ظهر في الاول في 2017 كشركة مستقلة. جت شركه كيوس جروب اللي هي عامله الفي راي، شركه كيوس جروب راحت عامله اشترت الكورونا، فبقى ريندر الفي راي وريندر الكورونا مع بعض في 2019. بقوا مع بعض. الفي راي موجود من زمان جدا، يعني انا بشتغل في راي من 2005، موجود الفي راي، ما كانش في حاجه اسمها كورونا. كورونا ظهر في 2017. لما جت شركه كورونا باعت الريندر بتاعها لشركه في راي اللي هي شركه كيوس جروب، بقى اسمه كيوس في راي وكيوس كورونا. خلاص، دول اشهر نوعين ريندر في المجال بالذات. يعني هم طبعا بيستخدموا في كل المجالات. خلي بالكم يا شباب، الريندر، عمليه الريندر اللي هي الاضاءات والخامات، انت بتوظفها، انت بتعمل مشهد خارجي، بتعمل حاجه انتيريور، حاجه اكستيريور، بتعمل اعلانات، بتعمل يعني احنا لو دخلنا مثلا في الفي راي، جينا بصينا على الشغل المعمول بيه، بيقول لك الاندستري بتاعه. بصوا الفيلم، حاجات الخدع بتاعت الافلام، خدع الاعلانات، حاجات الفيرتشوال برودكشن اللي هي الحاجات الفي ار والحاجات اللي هي خاصه بالفيجوال افكتس، الاعلانات، العربيات. يعني لو جينا بصينا على العربيات اهو، شايفين ده معمول ايا كان البرنامج اللي عامله 3 دي، لكن كخامات وكاضاءات والكلام ده كله، هو ده الريندر مثلا الفي راي. طب هل الكورونا ما بيعملش كده؟ لا بيعمل كده. حضرتك اللي بترص المشهد. يعني هو بيعمل ايه؟ هو في الاخر انت بتحط الموديل وبتحط الخامات وبتحط كل حاجه، وعمليه الريندر بتترجم لك الصوره. المترجم يعني انا في الاخر لو تاخدوا بالكم، انا مثلا هنا رصيت الدنيا بتاعتي وحطيت الحاجه وبعدين حطيت الكاميرا، اخر حاجه انا بعملها خالص ان انا بقول له ايه، وريني اللي هي ريندر، وريني انت الحاجه دي في شكلها عامل ازاي. فالريندر هو عمليه ترجمه، مش اكتر ولا اقل، ملوش علاقه بالواقعيه. يعني في ناس يقول لك ايه الكورونا اوقع من الفي راي، في ناس تانية تقول لك لا ده الفي راي بيطلع صور اوقع. على فكره الموضوع ملوش علاقه خالص، الواقعيه بتعتمد على اللي بيشتغل. انت حاطط يعني ده واقف موقف العربيه بزاويه وعاوج الكاوتشه بشكل معين، عامل الموديل بتاعه شكله محترم، التفاصيل بتاعته. لما جه عمل الخامات اهتم، عامل الخامه فيها انعكاس بشكل معين،
الالوان بتاعت الخامات، البيئه اللي هو بنيها حواليها، الشكل، السحاب، شكل الاسفلت. يعني انت بتقعد تشتغل على المشهد. عشان كده دايما الناس اللي بتبقى متخيله ان هو هيخش في اي برنامج من دول ويدوس كلمه ريندر الحاجه تطلع بالمنظر ده، لا طبعا محتاج تصلح معلوماتك. ليه؟ لان عمليه الريندر او عامه بنى مشهد 3 دي راجع للي شغال بنسبه 100%. انت اللي اولا عينيك حاطط الكاميرا فيها جزء من الاخراج، حاطط كاميرا عامله ازاي، حاطط اضاءاتك شكلها ايه، المود بتاع اليوم اللي انت مختاره. لان احنا بعد كده ان شاء الله لما نتكلم في الكورسات بتاعتنا، انت بتتعلم ازاي تختار المود بتاع اليوم، وبتختار يعني احنا لو جينا هنا كتبنا مثلا كده بشكل عشوائي. طبعا ده مجال البوسز نفس الكلام، انت بتتعلم تعمل الموديل، تحط الاضاءات بتاعتك، تحط موديلز تنورها، تاخد بوزيشنز مختلفة. طبعا التريكات بتاعت الشغل هو ده اللي المهم انك تبقى بتتعلمه عشان توصل بسرعة في السوق. ممارسة مع معلومات سليمة في فترة قصيرة تطلع متمكن جدا. أهم حاجة المعلومات اللي أنت بتدرسها. أنت مش محتاج تتعلم واحد يقول لك افتح الفايل. يعني أغلبية اللي مثلا بيبقى عاوز ينجزك يقول لك إيه، بص، يفتح البرنامج ويقول لك بص ده مثلا بيعمل بوكس، ويديك شوية أمر كده، مثلا اعمل لي كرسي أو اعمل لي حاجة. مثلا كده أهو، بص عايزين نعمل مثلا كرسي أو ترابيزة، يبتدي بقى يشتغل بالموديل. بصوا، أنا كده بعمل إيه؟ أنا بنحت الموديل بتاعي، ببتدي أنحت. يعني مثلا عايز أعمل كرسي ايا كان شكله اهو، واروح جاي مثلا ايه مقسمه. طبعا كل ده بقى انت المفروض بتتعلمه بحيث انك تبقى شغال بسرعه وانت شغال. بقسم الايه الكرسي بتاعي، هقول له مثلا كرسي باربع ارجل مثلا يعني، حاجه زي كده. وهاجي اقول له امسك لي من تحت. بص انا التقسيمه اللي انا عملتها دي عشان اقدر اعمل اماكن اطلع منها بالايه، بالرجلين. اقول له مثلا اهو انزل لي ده ايه، رجل الكرسي. وهاجي مثلا اقول له ده الظهر كده، هطلع بيه بالمنظر ده. فعملت مثلا حاجه زي كده. طيب انت لما تيجي تتعلم، انت مش عايز تتعلم انك في الاخر تطلع كرسي بالمنظر ده كده والله برافو عليك ايه خلصت الكورس بتاعك او الدراسه بتاعتك خلصت. لا طبعا، انت عاوز توصل لمستوى احترافي. يعني عاوز مثلا اتعلم اعمل كنبه، عايز اتعلم اعمل مثلا، يعني بصوا مثلا اهي من ضمن طب هو الحاجات. هو ليه فلوس المنزوع بعت له لسه بيه؟ نعم. في حد عامل. تمام. التركات بقى في ايه؟ مثلا انا مثلا لما حد مثلا بعلمه في برنامج مثلا انا بنزله، بتقدر انك انت على طول، بصوا ده بلجن، تمسكه واقول له شغل لي البريشر، اقلب لك ده على طول ايه بقى مخده. بصوا اهي، شايفين شكلها مثلا اهي. خلاص بقى عندك مخده جاهزه، لو جينا بصينا عليها اهي مخده. طبعا بعد كده اجي اديلها الخامه اللي انا عاوزها، مثلا خليها الخامه دي اهي، حاجه زي كده بقى عندي المخده بتاعتي. طبعا بقى ليها تظبيطات وليها حاجات ازاي بقى ان انا اظبط الخامه عليها مظبوطه. لان ممكن تبقى الخامه بصوا ما كانتش مفروده كويس، اقول له لا اظبطها لي بشكل احسن واتحكم فيها. تمام. ده مثلا جزئيه انا عملت الموديل وبظبط عليه الايه، الصوره بتاعتي او الخامه بتاعتي. تمام. وبعد كده ابتدي احط مثلا الاضاءه بتاعتي بشكل ما. اجي مثلا اقول له اهو عايز اشوف شكلها كاضاءه، حط لي ارضيه كده ليها. طبعا اللي انا بعمله ده بسرعه، لكن انت طبعا لما بتيجي تدرس انت بتتعلم الكلام ده كله بقى بالتفصيل. ده اللي انا بتكلم فيه. اهم حاجه يا شباب او يا باشمهندسين في الشغل بتاعك انك انت تتعلم صح. لانك انت لو ما اتعلمت الصح المجال كبير جدا وهتوه توهه جامده جدا. انت عايز تنجز، عايز تطلع تشتغل. تمام. اجي مثلا اقول له حط لي اضاءه بالشكل ده كده، مثلا حاجه مبدئيه يعني. وهنا طبعا بتحكم في الاعدادات بتاعه الاضاءه، بقول له مثلا عايز الاضاءه 10%. وتعالوا كده نبص على الريندر بتاعنا. مثلا شكل المخدة وهي على الأرض أهي. طبعا محتاجة تظبيطات وكله، بس أنا بتكلم كفكرة إنك أنت بتبني المجسم. فأنت عاوز لما تيجي تتعلم إزاي تطلع بتعمل شغل محترم. عايز أعمل كورنيشة مثلا، والكورنيشة دي ماشية على باب أو ماشية على حاجة، أقدر أعمل كورنيشة. أجي مثلا أقول له شكل الكورنيش. طبعا أنت بتجيب شكل الكورنيشة اللي أنت عاوزه، أو بترسم إيه مثلا حاجة زي كده. أقدر منها أقول له أنا عايز دي كلها كيرفات،
وبعدين اجي اقول له اديهاني تطلع مجسمة. بص لو جينا بصينا ادي شكل الكورنيشة بتاعتك. طب عايز اركبها على باب مثلا، او عايز اركبها على حاجة، يبقى مثلا حاجة اقول له او على حيطة. لو عندي مثلا غرفة، هنقول مثلا دي الغرفة بتاعتنا اهو، هنعملها احسن من التوب. ونمسك اللاين ده نديله السمك بتاع الحيطة ونطلع بيها. انا مش هطولها قوي. طيب هاجي مثلا دلوقتي بقى انا عاوز امشي الكورنيشة بتاعتي، اقول له مثلا مع الخط الداخلي للحيطة دي. فمثلا ممكن اجي اعمل كده. طبعا انا بشتغل قدامكم كده بوريكم فكرة عن البرنامج مش اكتر، لكن طبعا الموضوع بيتعمل ب... يعني بتكنيك احسن من كده لو انت عاوز يعني. فهاجي امسك الخط اللي جوه واقول له اعمل لي كده. طبعا هي ليها تكنيكس مختلفه. اللعب بقى في ايه كلها؟ انك انت وانت بتشتغل تبقى عارف اكتر من طريقه تعمل بيها مثلا حاجه زي كده. يعني الكورنيشه ليها اكتر من طريقه، فاهمني؟ فمثلا انا عايز اعملها في حته معينه، تعالوا مثلا نفتح فتحه في الباب ده اهو، نقسمه بس كده، نمسك ده، ومثلا عايزين نفتح البوابه دي، شيلنا الباب. واجي مثلا اقول له انا عايز الكورنيشه بتاعتي هتمشي على المنطقه اللي هنا. طبعا نرفع مكانها، يبقى مثلا في الجزئية اللي فوق شكل الكورنيش ده يمشي لي في الأوضة من فوق. ممكن بس نمسك اللاين، أقول له قسمه لي خطين، بعدين نمسك ده نعمل له ديليت. طيب أنا عايز مثلا الكورنيشة تمشي في الحيطة بتاعتي من فوق، فبقدر ساعتها أمسك إيه؟ أمسك الشكل بتاعي وأديله حاجة اسمها موديفاير. الموديفاير دي شوية أوامر كده بتركبها على الشكل عشان تقدر منها تختار الحاجة اللي أنت عاوزها. وأقول له إيه؟ اختار لي شكل الكورنيشة. هتلاقي الكورنيشة بتاعتك بقت أهي من جوه. ابتدي بقى اقول له لا اظبطها لي من جوه، من تحت مع فوق، واقول له مثلا نزلها لي شويه كده عشان تبقى ماشيه مع الحيطه بتاعتي اهي مثلا. فكده دلوقتي انت بقى عندك ايه؟ عندك الكورنيش. لو انت مثلا قاعد جوه الاوضه اهو، عندي الكورنيش. طبعا انت بعد كده بتدي الخامات. محتاجين بس نقفل دي عشان ابان الحافه بتاعت الكورنيشه لما تيجي تشتغل بعد كده. ده مهم قوي، لان الكورنيشه بيبقى فيها كورنر، ما بتبقاش ناعمه. يعني بصوا هنا كده في كورنر، لو انا قفلت دي، لو قفلت دي كده وجينا بصينا شغلنا سموث باس وسموث سيكشن، بصوا بقت حته كانها كيرفي. فطبعا انت لما تيجي تعمل ريندر محتاج انك انت تشوفها يبقى الحز بتاع الكورنر واضح معاك، مثلا حاجه زي كده. تيجي بعد كده تحط اضاءاتك وتحط الكاميرا. فاذا المراحل بتاعه عمليه ال 3 دي وانت شغال محتاج تبقى انت متمكن منها. لو تمكنت منها تقدر تعمل اي حاجه في الدنيا. يعني انا ضد تماما اللي يقول لك انا بشتغل 3 دي ماكس معماري بس، او ديكورات بس. لا، انت تقدر تشتغل في مجال تاني، مجال مثلا زي مجال البوسز. يعني مثلا خليني اوريكم مشروع كنت شغال فيه، هفتحه ثانية واحدة. برضو ده كان المحل بتاع تيفال. خليني اوريكم برضو اتعمل ازاي في التنفيذ بتاعه. ده ال 3 دي، تمام. حاجة مبدئية، ده حسب العميل هو اللي مديني شكل الأرضية عايزها بالمنظر ده. شوف شكل المحل من كام اتجاه كده. طبعا كان فاضي، ما كانش فيه وقت ان احنا نرص فيه حاجات. وده اللي هو نفذه في الاخر. طبعا هو مديني خامة الأرضية دي يعني بالتقريب، وبرضو الرخام اللي في اللي من بره ده ما كانش عنده الصورة، فاحنا جبنا كده صورة وركبناها. وطبعا هم رصوا منتجات بس كشكل مبدئي. هو ايه ده اللي كان عايز يوري شكله للعميل بتاعه قبل ما ينفذ، فاهمني؟ طيب نيجي بعد كده مثلا حاجة من الحاجات التانية مثلا اللي انا اشتغلت عليها.
اللي هي برضو بوريكم ان المجال ملوش علاقه بال كديكور بس ولا كده. مثلا حاجه زي اللي هي الماشينز اللي هي بتاعت البيبسي والحاجات اللي هي الحاجات اللي هي زي كده، التلاجات اللي هي بكوينز. ده مثلا عميل جالي عاوز يشوف شكل التلاجة بتاعته، هو بيركبهم. خلي بالكم بصوا، دي تلاجة ودي تلاجة ودي تلاجة. سوري، اللي تحت دي مش تلاجة، دول الاتنين ببعض واللي فوق دي زيادة. فهو بيبقى عاوز يشوف شكل الحاجة بتاعته ك 3 دي كتنفيذ. طيب هتقول لي طب انا بشتغل ديكور ما اعرفش ابني حاجه زي كده؟ المفروض لو انت دارس موديل، كلمه موديل انك انت بتعرف تبني اي مجسم عندك، اي كتله. هو ده بقى اللي بيرجع لتمكن كل واحد فيكم. اي برنامج 3 دي المفروض انك انت تبقى فاهم الموديل فيه بيتعمل ازاي، الاساس بتاعه. لو فهمته تشتغل في اي مجال انت عاوزه. خلاص، بعد كده طبعا مجال الاضاءات، مجال الريندر، كل ده انت برضو المفروض بتتعلمه. طبعا عملنا منها اوبشنز مختلفة. هتلاقي مرة ابيض، طبعا انا ما كانش عاوز اشوف شكلها وهي بيضة. حسب بقى، بيقعد يغير بقى براحته ويشتغل معاك وهكذا. تمام. فهنيجي نبص كده. طبعا هو بيديني شكل المنتجات اللي عاوز يحطها، ويقول لي حط لي هنا، عدل ده، لا صور ده، هات لي دي صوره، ويديني طبعا لو في حاجه اوتوكاد. بصوا دي الصوره الاصليه اللي هو بعتها لي، دي الثلاجه الاساسيه. بعد كده بقى قال لي غير لي في شكلها، حط ده، لا اركب هنا مثلا التاتش سكرين، لا بدل التاتش خليها كوينز وهكذا. فانا بقعد اخد منه التفاصيل وابتدي اشتغل عليها. فاهمني؟ هتلاقي طبعا احنا عملنا حاجات منها، عملنا منها اوبشنز كتيره جدا. هتلاقوا يعني في اوبشنز كتيره احنا اشتغلنا فيها. كل ده برضو يا جماعه 3 دي. بصوا مثلا هنا عملنا نيو ديزاين، ديزاين تاني خالص، اللي هو ده بقت حاجه تانية. حط اللوجو، غير اللوجو. يعني اللي انا عاوز اقوله ان برامج ال 3 دي بتخدمك في اكتر من مجال، انك تعمل برزنتيشن لشكل فكره او شكل شغل، عشان تقدر بيها العميل بتاعك يقدر يبيع الدنيا بتاعته. اهي دي كواليتي كويسه. تمام. طيب طبعا ده عملنا منها حاجات كتيرة. برضو مثلا من ضمن الحاجات عندنا البي او اس اللي هي مكن الفيزا. اهي انا هوريها لكم بس وهي ما معمول لها برزنتيشن. دي مكنة فيزا. دي برضو مكنة جالي الصور بتاعتها، وقالوا لي عايزين نعملها 3 دي عشان بعد كده هم ياخدوها من غير خلفية، يركبوها في الإعلان، أو يعملوا منها فيديو مثلا وهي شكلها بتلف ويركبوها على أي فيديو من غير خلفية. هنا عاملينها ومرندرينها بكذا زاويه عشان نبين ايه التفاصيل بتاعتها، باليو اس بي بتاعتها فين، الباور فين، وهكذا. تمام. فكل ده بيتعمل بشغل ك 3 دي. طبعا هنا بيديك التفاصيل وبيديك الالوان وبيديني كل حاجه. يعني انا بشتغل، بصوا ده شكلها في ال 3 دي بالشكل ده، وهنا وهي ايه معمول لها ريندر. طيب ده احنا كمان عاملين منها فيديو، عامل لها فيديو وهي بتلف. خليني اوريكم الفيديو احسن. اهي انا عملت لها برزنتيشن طبعا كفيديو بيلف، شكلها وهي بتلف كعرض للعميل كده يشوف شكلها. هم كانوا طالبينها مني وهي بتلف 3 لفات تقريبا او لفتين. طبعا هنا مره وهي نايمه كده بزاويه، ومره وهي واقفه. هم بياخدوها بقى من غير الخلفيه دي ويركبوها في الاعلان بتاعهم، وبعدين يطلعوا مثلا كتابه يبقى في حد واقف بيتكلم وهي بتلف في الشاشه وهكذا. طيب كل ده برضو انت كل اللي محتاجه ايه؟ برنامج 3 دي، ومحتاج برضو ده شغل البوسز، ومحتاج انك تبقى فاهم اضاءة وفاهم الخامات وازاي تعمل الموديل او تجيب الموديل بتاعك ايه وهو جاهز. طيب التريكات اللي انا بتكلم عنها بقى في ايه؟ انت محتاج تتعلم برنامج ال 3 دي ماكس. يعني انت كواحد مهندس او داخل المجال جديد، او داخل مجال الديكورات او الهندسة عامة، انت محتاج تبقى بتشتغل ايه؟ بتشتغل اوتوكاد او ريفت، ومحتاج تشتغل 3 دي ماكس، وطبعا ريندر يا فيري يا كورونا، وبرنامج الفوتوشوب. دول كده انت كده تمام، انت كده معاك اساسيات السوق كلها. الباقي ده كله بقى زيادات من عندك. زي ايه الزيادات اللي من عندي؟ طيب احنا دلوقتي قلنا ان مثلا الريندر، لما باجي اعمل ريندر بياخد وقت، بياخد مني وقت. طيب تعالوا مثلا نبص على مشهد زي ده اللي هو بتاع محل تيفال مثلا.
طبعا هو بيلود بقى الخامات وكل حاجة. طيب انا مثلا عندي ده، لو جينا عملنا كده ريندر، انا هنا بتست، اللي انا بعمله ده دلوقتي ده تيست مش فاينل. بصوا بياخد وقت في الحسابات بتاعته. طبعا احتمال لما الجهاز يبتدي يعمل ريندر تلاقوا الدنيا عندكم بتبطأ شويه، لان هو الريندر بيسحب كل امكانيات الجهاز بتاعك، بيستهلك كل قطع في الجهاز، لان الريندر دي عمليه بتبقى تقيله شويه. عشان كده كل ما امكانيات جهازك بتبقى اعلى، كل ما ايه الريندر بياخد وقت شويه. بصوا ده مثلا لسه بياخد حساباته. أيوة. انت بتدرسي بالعربي. حريم حريمكم تدرسوا عندي. بناتكم يعني. حد يعمل ميوت يا جماعه معذوره. طبعا واضح ان هو عشان تقيل شويه فايه. طيب خلينا كده نتست هنا. برضه تقيل شويه. طيب. طيب دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عندنا الاساس اللي احنا محتاجينه، يا اما نبقى عارفين الكورونا عشان نطلع بيه اضاءات وخامات، يا اما محتاجين الايه الفي راي. طيب خلي بالكم برضو ان في فرق بين الكورونا والفي راي، برضو فرق مهم جدا. ايه هو؟ ان الفي راي بيدعم خاصيه الجي بي يو. ايه هي الجي بي يو؟ في في راي مثلا انا بشتغل بفي راي 7، ده اخر حاجه في راي 7، وفي في راي 7 جي بي يو. طيب والكورونا بتلاقي اسمه كورونا 12، ده اخر حاجه. طيب الفي راي الميزه اللي فيه خاصيه الجي بي يو بتعمل ايه؟ الجي بي يو دي بتخليك تعتمد على كارت الشاشه. يعني احنا عندنا في كل جهاز من الاجهزه اللي انتوا بتجيبوها سواء اللابتوب او الكمبيوتر حاجه اسمها السي بي يو، وحاجه اسمها الجي بي يو. الجي بي يو اللي هو الكارت بتاع الشاشه بتاعك، كارت الشاشه اللي هو كروت ار تي اكس، والبروسيسور اللي هو انتل. يقول لك مثلا انا عندي انتل جيل سابع، انتل اي 7 او اي ام دي، اللي هو البروسيسور وكارت الشاشه. دول قطعتين في الجهاز مهمين جدا. طيب الريندر بتاع الفي راي بيقدر يستخدم امكانيات البروسيسور اللي هو السي بي يو، والكورونا بيستخدم برضو السي بي يو والرامات. الفي راي فيه ميزه حلوه قوي، انك ممكن ترندر سي بي يو زائد جي بي يو. يعني لو انت عندك كارت الشاشه بتاعك قوي، تقدر تضيف لسرعه الجهاز الدبل حسب امكانيات الكارت بتاعك. فدي من احد مميزات اللي بيتميز بيها الفي راي. لسه الكورونا ما فيهوش الجي بي يو دي خالص كرندر. طبعا اللي مش فاهم في الهاردوير دي محتاجه ايه يعني، يفهم كده يسال حد تكنيكال. عندي كارت الشاشه اللي هو الجي بي يو، والسي بي يو اللي هو البروسيسور بتاعك. الاثنين دول مع بعض الفيري بيدعمهم يشتغلوا مع بعض. الكورونا لا، الكورونا بس بيعتمد على البروسيسور. فلو انت امكانيات البروسيسور بتاعتك ضعيفه شويه، هيبقى وقت الريندر اقل من لو بتستخدم الاثنين مع بعض. طبعا برضو في نقطه، الجي بي يو مع السي بي يو اللي هما الاثنين دول لما بيجوا يرندروا في الفي راي، ممكن السي بي يو لسه يعني الجي بي يو هم بيطوروا فيه كل شويه، لان طبعا الدنيا عماله بتعلى وكروت الار تي اكس الجديده نزلت، فطبعا بتبقى امكانياتها اعلى فبتساعد. بس لسه في شويه مشاكل بسيطه قوي في الريندر بتقابلك لو انت بتستخدم الاثنين مع بعض، بس حلولها جايه ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي عندنا الريندر بياخد وقت طويل، او عامه ابتدى ياخد. يعني طبعا الاجهزه دلوقتي ما شاء الله بقت امكانياتها عاليه جدا، فموضوع الريندر ما بقيناش كلنا بنواجهه زي الاول. طيب ده عمل ايه بقى؟ الكورونا والفيري يا شباب او يا باشمهندسين بيعتمد على انه بيحسب حسابات كل حاجه بمنتهى الدقه. يعني بيحسب الاضاءات بمنتهى الدقه، بيحسب الفوتونات بمنتهى الدقه، بالخامات بيطلع لك الحاجه واقعيه قوي. خلاص. بس ده بيجي على حساب انه بيعمل وقت جامد. عشان كده ابتدت تظهر برامج زي الدي 5 ريندر. ده برنامج مستقل، ده برنامج منفصل. بيعمل ايه؟ ده بيعتمد على كارت الشاشه بس اللي هو الجي بي يو، فبيرندر اسرع مع اهتمامه اقل شويه في التفاصيل. طبعا هم كل شويه بيطوروا فيه، وكل شويه بيضيفوا له حاجات عشان يشتغل كرندر قوي. بس ده برنامج مثلا اسمه ريل تايم ريندر، يعني انت بتشوف الحاجه بتترندر قدامك بنفس الكفاءه وهي هتطلع عامله ازاي.
ناس كتيره بتستخدم البرامج دي. عندك الدي 5 ريندر، اسمه جي بي يو ريندرنج او ريل تايم ريندرنج. عندك برنامج اسمه لوميون، ده بفلوس، والدي 5 ريندر بفلوس، وطبعا في ناس ممكن تجيبه بكراك. دي الكواليتي بتاعتهم، خلي بالكم. طيب البرامج دي هل بشتغلها لوحدها؟ لا، حضرتك الاول بتظبط الفايل على برنامج ال 3 دي بتاعك، وبعدين تروح باعت له الفايل هناك، وتبتدي تعمل الحاجات اللي انت عاوزها كلها فيه هناك. تعمل اضاءاتك هناك، تحط الزرع بتاعك، تعمل الخامات بتاعتك، الكلام ده كله. يبقى احنا عندنا في الدي 5 ريندر وفي اللوميون. دي برامج خارجيه ملهاش علاقه بالماكس. بحط فيها الملف اللي انا عملت له موديلنج، بوديه هناك في اي برنامج من دول، وابتدي ابني كل حاجه هناك. طيب نيجي بعد كده، من اشهر البرامج اللي بتعتمد على الريل تايم ريندرنج، برضو عندنا برنامج التوين موشن والانريل. طيب تعالوا نبص بصه على التوين موشن وبرنامج الانريل. التوين موشن هو البرنامج المصغر من برنامج الانريل انجن. على بال ما يفتح، خلينا نتفرج على الفيديو السريع ده نشوف بيعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين داخل في مجالات كتيرة جدا، اركيتكتشر، برودكتس. بص، تحط الموديل بتاعك فيه، وتبتدي تعمل عليه الماتيريالز بتاعتك والدنيا. بص بقى، بيغير المود، تغير المود بتاع اليوم، تحط موديلز جاهزة. طيب واحد هيقول لي هو ده بيلغي 3 دي ماكس؟ هقول لك لا. ال 3 دي ماكس انت بتاخد منه الموديلز تجيبها هنا، وتبتدي تزود عليها من هنا. بص ده منتج مثلا اهو، بيبقى عامل الجزمه 3 دي ويجيبها هنا ويبتدي يشتغل عليها. طب التوين موشن بالنسبه لي هو المفضل. اولا التوين موشن برنامج مجاني، تقدر حضرتك تخش تنزله. تاني حاجه، المكتبات اللي فيه اكتر بكتير من الدي 5 ريندر واللوميون. ثانيا، هو تبع شركه ايبك، وايبك دي اللي عامله برنامج الانريل، اللي هي بتعمل الجيمز زي فورتنايت وبابجي وكول اوف ديوتي وكل دي. ده برنامج بتاع جيمز، بداوا يدخلوه في الشغل بتاع الاركيتكتشر. بصوا بيسكانوا الحاجه برياليتي ازاي، وتبني لوكيشن، كل ده 3 دي بالتوين موشن. بس برضو ده ما ينفعش تاخده من غير ما يكون معاك برنامج 3 دي، لانك بتجيب الموديل من هناك وتحطه هنا. بيعتمد على نظريه الريل تايم ريندر. يبقى انت لو عاوز تخش في حاجه ادفانسد، مثلا عايز تعمل انيميشن بقى وتعمل حاجات فيها حركه، طبعا ال 3 دي ماكس بيعمل انيميشن، بس كوقت ريندر هيبقى وقته طويل جدا، لانه بياخد وقت في الحسابات وفي الريندر والكلام ده كله. لو انت عاوز بقى تعمل حاجات ريل تايم، الدنيا دلوقتي اختلفت خالص، بس تخلي بالك ان الحاجات دي عايزه كروت شاشه عاليه شويه، لانه بيعتمد على فكره الريل تايم ريندر. حاجات بقى الفي ار، وتقدر تخش تغير في حاجات وتعدل. وبعدين التوين موشن في حاجه ظريفه جدا لسه ضايفينها قريبه، انك انت بتعمل الحاجه انتر اكتف. يعني تقدر تمشي زي ما انتم شايفين كده، بيبان بتتفتح، تنور، تغير الخامات، تعدل. هتشوفوا دلوقتي، هوريكم برضو حاجه تانية. طيب ده مثلا اهو برنامج التون موشن، انا فتحته، حاجه عامله كده. خلي بالكم ده كده ريل تايم، يعني بصوا تحسوا الحاجه معموله بالايه، بالاضاءه بتاعتها، مش لسه هرندر. خليني اوري لكم مشهد من المشاهد. ده مثلا موديل معمول ببرنامج اسمه سكتش اب. ما اعرفش طبعا انتوا عارفينه ولا لا، ده برنامج سكتش اب. ده يعتبر المصغر بتاع 3 دي ماكس لمجال الاركيتكتشر. طبعا هو مش في قوه ال 3 دي ماكس، بس برضه لو انت متمكن منه ممكن تعمل منه نتائج حلوه قوي. فمثلا انا عندي بيت زي ده، عايز ابتدي بقى مثلا احط حاجات جواه، ابتدي احط خامات، فانت بتدخله هنا في التوين موشن بهذا الشكل كبرنامج، وتبتدي بقى مثلا تفرش. عايزين مثلا نفرش، تختار بقى الحاجة، كله حاجات جاهزة، او تجيب انت موديلز من بره تحطها. مثلا عايز احط الكرسي ده هنا اهو، ابتدي اظبطه مثلا بزاوية كده. عايز مثلا احط كرسي تاني بشكل تاني. عايزين نظبط الكلام ده، اجي مثلا اختار حاجات خاصة بالمطابخ، مثلا اكسسوارات، طبق مثلا بلاستيك احطه هنا اهو. تبتدي تفرش الدنيا بتاعتك مثلا
كل دي حاجات ممكن اعمل لها داونلود. حاجات بقى مثلا بوتاجاز، طبعا مفيش مكان للبوتاجاز، بس ممكن يجي هنا اشده كده وابتدي اعدله مثلا. تمام. ابتدي بقى ارص الدنيا بتاعتي، عايز مثلا اغير الارضيه، اجي في الخامات الجاهزه. خلي بالكو التوين موشن ليه الخامات الخاصه بتاعته، يعني ما ينفعش تجيب خامات الفي راي وتحطها هنا، لا، ما بيقبلش في راي ولا كورونا. فانت لازم تعمل الارضيات بتاعتك ايه حسب ما انت عاوز. عاوزها مثلا كونكريت، اقول له هاتها لي كده، لا خليها مثلا. تمام. طيب كل ده احنا ما عملناش ريندر، هو بيوريك شكل الحاجه بالريل تايم. طبعا ممكن تغير مود اليوم، ممكن اقول له المود بتاع الشمس بالليل او الصبح. بصوا كده، انا بغير المود اهو. اجي بقى مثلا اقول له حط لي اضاءه سبوت، واشد السبوت اظبط بقى، بتعمل اضاءاتك كمان هنا، حتى الاضاءات بتاعتك بتظبطها هنا جواه، تقدر تتحكم فيها اهي. طبعا اجي اقول له اللون بتاعها عايزها وورم، عايزها تبقى كولد، القوه بتاعتها اقللها شويه مثلا يعني. تمام. الانجل بتاعت الكون اضمه افرده. طبعا الكلام ده كله موجود في الفي راي، بس انا بتكلم لو انت هتاخد الموديل بتاعك من ال 3 دي ماكس وتجيبه هنا. خلي بالكم دي مرحله اللي هي تعتبر الاخيره مش الاولانيه، ما ينفعش ابدا بده، لازم الاول اخد 3 دي وبعدين اجيبه هنا. طبعا هنا حاجات الاي اس. طب لو جينا بقى بره مثلا، بصوا المود بتاع اليوم، عايز مثلا اضيف ناس بتمشي، عايز اضيف زرع، عايز اضيف عربيات، كل ده هتقدر منه، وتقدر تجيب موديلز من بره كبرنامج. طيب لو انا جيت بقى مثلا عاوز اجيب ناس، عندك هو عامل لك ناس انيميتد. بص مثلا في بقى، بص كل دي حاجات جاهزه. طبعا لغايه دلوقتي هي شكلها مش واقعي قوي، بس لو انت بتبص عليها من بعيد بتلاقيها بتفرق معاك. يعني مثلا بص لو جبنا دي هتلاقيها هي، بصوا ايه، بتتحرك. فاهمني؟ تقدر ايه تغير تتحرك، تجيب مثلا واحد واقف بيتكلم. طبعا الكلام ده لو انت باصص عليه من بعيد هتشوف ان في ناس. فاهمين الفكره؟ اجي مثلا عايز اعمل عربيات بتمشي حوالين المكان، اقدر اجي اقول له انا عايز عربيات، وارسم الباص واقول له مثلا أنا عاوز عربيات ماشيه من هناك لهنا. يعني ده يا جماعه تقدروا تقولوا ان هو معتمد على فكره الدنيا كلها حاجات جاهزه، وانت بتبتدي تظبط. هتبتدي العربيات تظهر دلوقتي اهي، بصوا تبتدي تتحرك. تقدر بقى تزود عددها، تقول له عدد اللين كم، طيب ممر يعني. تقدر تقول له سرعتهم يبقوا بسرعه، كثافه، عايز تخليها تمشي بالعكس. طبعا تقدر تضيف اشخاص بتمشي، عربيات بتمشي، وهكذا. يعني فهو طبعا من البرامج القوية جدا جدا جدا. خليني برضو اوريكم مثلا مشهد زي ده. فيبقى انت دلوقتي معاك اوتوكاد، معاك 3 دي ماكس، معاك طبعا ريندر في راي او كورونا، وفي الاخر عايز بقى تعمل شغلك فيه انيميشن وحاجات زي كده، يبقى مثلا محتاج حاجة زي التوين موشن. هبصوا مثلا ده لوكيشن بالكامل معمول بيه. طيب الظريف في حاجات الريل تايم ريندر دي ان هي معتمده على ايه؟ زي ما انتم شايفين، انت شايف الحاجه اكنها بالاضاءه بتاعتها، يعني انت في الماكس ما بتشوفش الدنيا كده، لازم ترندر. فاهمين؟ هنا بيعتمد على فكره الريل تايم ريندر بتاعك. طيب اجي مثلا دلوقتي انا عايز اغير المود بتاع اليوم، اجي مثلا اقول له والله بصوا هنا دايره تربيديتي، اجي اقول له ممكن تحدد لو انت عندك لوكيشن معين على الخريطه عايز تشوف اليوم ده في اللحظه دي السماء عامله ازاي. اجي بقى مثلا تحت تقدر تغير السيزون، بصوا السماء شمس. تقدر من هنا اهي السيزون تقول له خليها لي بتمطر، بصوا هي بتمطر اهي، الارض منديه. اقدر اقول له خليها هي تلج اهي، شايفين قلبت ايه، تلج. يعني الميزه فيه ان هو بيتفاعل مع الدنيا بتاعتك. رجعها لي تاني مثلا سمر. هنا طبعا بتتحكم في شكل الزرع بتاعك والشجر، قديم جديد، بورق من غير ورق. خلينا نقفل دي. الرياح عايز تعمل فوج،
ضباب، بصوا كأنه طريق فيه ضباب، وتحط اضاءاتك. هتلاقي الاضاءة طبعا بتشتغل مع الضباب. لو جينا جبنا اي اضاءة مثلا اهي، بصوا هتلاقوا ايه. طبعا الاضاءة دي عشان احنا عاملين المود، خلينا نخليه، لازم نطلع نمسكه من فوق. اهو كده. طبعا شكل السحاب. طيب، وطبعا انت لو ضلمنا الدنيا، بس طبعا هتبقى ايه يعني، ضلمه ضلمه. بصوا الاضاءه ابتدت اهي تبان، والفوج باين في الاضاءه. تمام. وطبعا هنا بقى كمان انت موعدك طبعا، خلي بالكم مش ده الفاينل. انت لما بتيجي تفاينل بقى بتقول له اكسبورت، وبتقول له رندر لي الكلام ده، اعمل ريندر. هتختار بقى ترندره ازاي وتطلعه في شكل صورة او شكل فيديو. طبعا ده في الانيميشن ارجحه اكتر، لان ده بينجزك اكتر، والوقت بتاعه ما بياخدش زي وقت ال 3 دي ماكس في كريندر انيميشن. بس طبعا كلهم بيعملوا نفس الكلام. بس ده زي ما انتم شايفين كده، برنامج بيعتمد على فكرة الايه، الحاجات الجاهزة، انك كله حاجات جاهزة وتشدها. بس لازم يكون معاك برنامج 3 دي، سواء 3 دي ماكس، سواء سكتش اب، سواء مايا، وبتجيب الموديل بتاعك بتحطه هنا. طيب، من ضمن الحاجات اللي بيعملها التوين موشن برضو، انك انت تقدر، اللي هم لسه ضايفينه جديد يعني لغايه لحظتنا هذه، هم لسه ضايفين فيه امكانيه ايه بقى، انك انت تقدر تتفاعل. بصوا برضه اوريكم شغل ناس عاملاه ككواليتي. ده بيطلع، ده الريندر، ده الفاينل بتاعه بالانيميشن. خلي بالكم، شايفين الزرع اللي بيتحرك، الشجر، الكلام ده كله، بالعصفور اللي طاير او النسر اللي طاير، ده الجمال اللي بتتحرك. بصوا، كل انيميشن انت شايفه تقدر انك انت تنفذه. تقدر ترندره زي الكرتون كده برضو. كل ده معمول بالايه، بالتوين موشن. بيعتمد على فكره الريل تايم ريندر. بصوا الحاجات اللي بقى فيها لاندسكيبنج، عايز كومباوند. خلي بالكم الشركات بقى ريل ستيت اللي هي العقارات، بتبقى عايزه تبني المشروع قبل ما بيبقى لسه تلاقي المشروع لسه على الرمله، وعايز يوري العميل شكل الحاجه وهي خلصانه عشان يقدر يلم فلوس ويقدر يشتري ويبيع. تمام. تقدروا بصوا هنا برضو ممكن تطلع منه فايل انك تتحكم وتغير، تبقى في انتر اكشن، تغير الحاجه بتاعتك، تفتح باب، تقفل الباب، تغير لون الخامه بتاعتك. بصوا، كل ده شغل معمول بيه. طيب، المجال مش صعب، انك تتعلم اي حاجه من الحاجات دي مش صعبه. هي محتاجه بس صبر وشويه وقت انك تدي. بصوا هنا مثلا الحاجه وهي بتطلع بتتركب دور دور. وطبعا بتقدر تطلع منه العميل، تديله فايل يقدر ان هو يتمشى جواه ويشوف شكله عامل ازاي. تمام. طيب، يبقى احنا كده عشان ما نتوهش من بعض، البرامج الاساسيه انت محتاج برنامج من برامج ال 3 دي تشتغل بيها. واتفقنا لو انت بتتكلم في برامج من برامج ال 3 دي، يبقى انت محتاج برنامج زي ال 3 دي ماكس لو بنتكلم في مجال المعماري والاركتكتشر بالذات. خلاص، لان انت عندك برنامج تاني زي المايا برضو في نفس قوه ال 3 دي ماكس. طيب، انت دلوقتي انا بتكلم على مجال معين، مجال الاركيتكتشر والانتيريور ديزاين، واللي هو الديكور والمعماري او المدني. لو انت عاوز تعمل اي فيجوال لاي حاجه مجسمه، شقه، عايز تمشي جوه لوكيشن، عايز تتحرك، عايز تعمل اي حاجه، او تطلع صور لشكل التخيل بتاع الملف بتاعك، يبقى انت محتاج برنامج 3 دي ماكس. ده من غير تفكير، هو ده اللي عليه الطلب في السوق،
وده اللي هتلاقي المكاتب بتطلبه بالاسم. محتاج مع 3 دي ماكس ريندر من الاثنين، يا اما ريندر الكورونا او ريندر الفيري، والاثنين باكد تاني مفيش اي اختلافات من حيث الجوده والكواليتي، لان الكواليتي والجوده بترجع لحضرتك وانت شغال، طريقه رصك للموديل، امكانيات جهازك، الخامات انت بتعملها واقعيه ولا لا، وهكذا. بعد ما تخلص ال 3 دي بقى نوعين الريندر، وطبعا انت عارف اوتوكاد، وخلي بالكم برضو معلومه ليكم، مش مهم تتعلم 3 دي ماكس قبل الاوتوكاد او بعد الاوتوكاد، لان ده برنامج وده برنامج. انت بالنسبه لك الاوتوكاد انك انت في 3 دي ماكس هتاخد فايل الاوتوكاد تفتحه ازاي في الايه، في ال 3 دي ماكس كاوتوكاد، لكن مين قبل مين ما بتفرقش في التعليم. طبعا يفضل لو انت عندك خلفيه الاوتوكاد الاول، تمام، بس قصدي لو انا ما بشتغلش اوتوكاد وعاوز اتعلم 3 دي ماكس، مهمه ولا يعني صعبه ولا لازم ده الاول؟ ده سؤال دايما بيتسال. فلا طبعا برنامج ال 3 دي ماكس مش لازم تكون بتشتغل اوتوكاد، لان هو بيشتغل في اكتر من مجال، زي ما وريتكم مجالات شغل ال 3 دي بوسز، مجالات البرودكت ديزاين، مجالات الاركتكتشر والانتيريور ديزاين سواء اكستيريور او انتيريور. خلاص. طيب حضرتك بعد كده جيت عايز بقى تطور قوي في الموضوع، ممكن تاخد اي برامج من برامج اللي هي ريل تايم، زي الدي 5 ريندر، زي اللوميون، زي التوين موشن. وطبعا انا برجح اكتر التوين موشن، لان زي ما شفنا بيبقى فيه مكتبات اكتر، وبيتعامل مع برنامج زي برنامج الانريل. طيب برنامج الانريل كبرنامج عشان ندخل فيه ونتكلم عنه، هوقف دلوقتي انا الكلام اللي انا بقوله ده، وعايزين بقى ناخد الاسئله بتاعتكم. فبعد اذنكم كده عايزين بقى ايه بالترتيب كده، كل واحد لو تقدروا في علامه اللي هي ترفع ايدك، اللي عنده اي سؤال بالترتيب يرفع ويسال، بس يفك الميوت بتاعه. بإذنك يا أنس بتوجع. الو، محدش عايز يسال؟ شباب، باشمهندسه مي لبيب، عندك سؤال؟ مفيش حد عايز يسال يا شباب؟ طب في حد قاعد معانا اصلا؟ لو سمحت يا باشمهندس، ايوه. هو احنا الورشة دي هتكمل هنكون مع بعض نطلع موديل، ولا هو بس حضرتك أول محاضرتين بس؟ لا انا هي دي مش ورشه، هي دي محاضره بنتكلم فيها عامه عن يعني اهميه برامج ال 3 دي في المجال بتاع الازهار بشكل عام، وبالشكل يخص الجهه الهندسيه، مهندس ديكور، مهندس عماره، مهندس مدني، عايز يعرف ايه البرامج المهمه لو هو عايز يخش في مجال ال 3 دي. فدي بتبقى بالنسبه له ورشه بنوضح فيها اهميه البرامج. يعني مثلا ايه هو برنامج ال 3 دي ماكس زي ما احنا اتعرفنا عليه، ايه هي انواع الريندر، يعني ايه ريندر اللي انا محتاجه، ايه البرامج المكمله، وهكذا. تمام. حضرتك ما عندكيش اي سؤال في اللي انا شرحته ده كله او اتكلمت عنه؟ هو أنا فهمته الحمد لله. طيب الحمد لله. يا شباب حد عنده اي سؤال تاني يا ريت تفك المايك ويتكلم. الو، في حد عامل لايك بس مش عارف مين. طب فك المايك واتكلم على طول. عبد الرحمن، باشمهندس عبد الرحمن. اي سؤال يا شباب؟ طب حد بيفكر يدرس يخش المجال ده اصلا، يعني عايز يتعلم البرامج دي؟ هو تمام. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. واكيد بعد اللي حضرتك قلته ده اتشوقنا اصلا ان احنا ندخل مجال. تمام. طيب انت فهمت الدنيا، انا بحاول الم الدنيا على قد ما اقدر، طبعا هو المجال كبير، بس انا بحاول ايه اتكلم في حتة المعماري او الديكورات، على اساس تبقى برضو انت فاهم ايه البرامج اللي انت محتاجها في المجال عامة عشان تبدأ بيها، وبعد كده تطور نفسك بقى بايه برامج زيادة. كل برنامج بتعرفه طبعا بيضيف لك حاجات جديدة. تمام. يعني طبعا انا مش قادر اخش في كل البرنامج بكل تفاصيل التفاصيل، بس بحاول اوريكم هو امكانياته ايه وممكن يعمل ايه. تمام. مين تاني؟ اه، ما تتكسفوش، يعني انا شايف الناس مش عارف مكسوفين ولا صايمين ولا ايه، احنا فطرنا. باشمهندسين. طيب اخر برنامج بقى، ويعتبر طبعا هو ده يعني اللي بيشتغل وبيبقى في حتة تانية خالص، وهو برنامج الانريل.
الانريل من البرامج القويه جدا 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 جدا، وزي ما قلنا هو برنامج بيعتمد على فكره ان هو بيعمل الالعاب، وبداوا يدخلوه في المجالات بتاعه الاركيتكتشر او الاظهار المعماري. خلاص. وزي ما اتفقنا برنامج التوين موشن هو تبع نفس الشركه اللي عامله الانريل، وهي شركه ايبك جيمز. التوين موشن يعتبر المصغر بتاع الانريل، يعني هم طبعا طوروا فيه جامد التوين موشن الفتره الاخيره، بالذات اخر نسخه نازله منه. بس الانريل يعتبر يعني المستقبل بتاع السوق الفتره الجايه، سواء بره مصر او جوه مصر، لان الانريل بيخش في كل المجالات اللي ممكن تتخيلوها في حياتكم. بيخش في مجال الاركيتكتشر، بيخش في مجال الالعاب، بيخش في مجال السينما، الفيلم ميكنج، الاعلانات، وهكذا. خلي بالكم، بس برضه محتاج برنامج 3 دي تكون معاك. يعني من الاخر كده برنامج 3 دي ده مهم لو انت عاوز تخش في اي مجال في السوق. ده الاساس، اللي هو تاخد موديل تظبطه، تقدر تطلعه بقى من البرنامج توديه في اي برنامج من البرامج التانية. يعني الانريل لسه في موديل وكله، بس مش بنفس قوة ال 3 دي ماكس او المايا او البلندر مثلا. بتاخد الموديل هناك وتشده هنا، وطبعا في جواه حاجات جاهزة. طيب الانريل مشكلته الوحيدة في ايه؟ ان هو عايز امكانيات جهاز عالية قوي، وعايز كارت شاشة عالي جدا. يعني اخر نسخة اللي هو انريل 5.5.3 ده نازل اقل امكانيات محتاجها مش اقل من ار تي اكس، كارت الشاشة ار تي اكس 2080 تي اي. ده موديل كارت شاشة اللي هو الجي بي يو، عشان بس تقدر تشتغل بيه. خلاص، اقل من كده هتقابل شوية مشاكل. تمام. طيب على بال ما الانريل يفتح، خليني برضو افرجكم على حاجات معمولة بالانريل عشان تفهموا هو شغال ازاي. خلينا نشوفه كاركتكتشر الاول، كحاجة هندسية. بصوا بقى، طبعا الانريل تقدر تعمل حاجات انتراكتيف، تتمشى جوه المشهد. هتشوفه دلوقتي. ده فايل انت بتديه للعميل في كل الكلام ده. عايز تشوف السينيماتيك، مسجل فيديو، عايز تخلي العميل يتفرج على الفيديو اللي انت عامله له دايركت، هيشغله. ده برضو بتجيب الموديل وتحطه هنا، وتبتدي تحط فيه الاضاءات بتاعتك والخامات بتاعتك، نفس فكرة التوين موشن بالظبط. وفي الاخر بتطلعه في شكل فايل معمول له برضو ريندر. بس طبعا وقت الريندر بتاع الانريل اقل بكتير من ال 3 دي ماكس، عشان كارت الشاشة بيبقى، لان ده بتاع جيمنج. بصوا هنا الملف اللي العميل بيتمشى جواه دلوقتي. بصوا يقدر يغير الارضيات. شايفين فوق طلع خريطة صغيرة لشكل الشقة. كل ده انت بتظبطه وانت شغال. مشغل التلفزيون، عايز يقفله، عايز يفتحه، عايز يولع نار، عايز يفتح مية. هتشوفوا دلوقتي هيغير حاجات. بصوا، هو هنا بيتمشى اكنه جوه لعبة. يعني للناس اللي بتلعب جيمز هتلاقيه بيتمشى اكنه هو ايه. تخيل لما تدي العميل فايل يتمشى جواه كده. التوين موشن بتقدر تطلع منه نفس النتيجة. يعني انت لو عاوز تتعلم وما عندكش وقت تاخد الانريل وامكانيات جهازك على قدها، خليك في توين موشن. التوين موشن هو عشان كده بقول لكم التوين موشن افضل من اللوميون والدي 5 ريندر بالنسبه لي، انا بحبه عشان كده. طبعا بالنسبه للناس اللي بتشتغل هو بالنسبه لها حلو. بس ده في الانتراكتيف ريندر احسن، ان هو تتمشى انتراكتيف مع الحاجه وتفتح وتقفل وكده. لسه دي مش موجوده في البرامج التانية. بصوا هنا عمال بيتمشى في المشهد. انا عاوز اوريكم لما بيغير الارضيات، يقفل التلفزيون، يفتحه. اهو بصوا هيغير دلوقتي، شايفين خامه الحاجه اللي ورا. بصوا تقدر بقى، يعني تخيل انت اما تعمل شغلانه زي كده تديها للعميل، تقدر منها انك انت تخليه يتفاعل مع الملف بتاعه زي ما هو عاوز. طبعا ممكن بعد كده تفتح التلفزيون، تقفل التلفزيون، يعني انت بتتحكم في كل حاجة انت عاوزها. ده شغل حد عامله يعني. بس برضو بتجيب ال 3 دي بتاعك تحطه هنا. يعني شوفوا ال 3 دي لو تاخد بالك هو البداية بتاعت كل حاجة. لان هو عمال بيتمشى ايه جوه الملف بتاعه. طيب التوين موشن بقى لسه ضايفين فيه الحركة بتاعت الانتراكتيف دي.
انك تقدر تغير وتتحكم وتغير الماتريالات وتفتح البيبان وتقفل البيبان وهكذا. التوين موشن لسه ضايفين فيه الموضوع ده جديد، فعشان كده انا بفضل الايه، التوين موشن. شوفوا لسه بص عندي لسه بيفتح، واخدين بالكم؟ بس هو ده عشان بيحمل الملف اللي انا فتحته ملف تقيل شويه، فهو بيحمل الملف. هو الطبيعي انه يفتح عادي، بس الانريل عاوز جهاز تقيل، انا باكدها من الاول اهو. كارت الشاشه على الاقل يكون عالي والبروسيسور يكون محترم، لان هو جهاز يعني برنامج تقيل، بس طبعا شغله تحفه، وهو المستقبل بتاع السوق، وبكره تفتكروا الكلام ده. طيب، المجال بتاع ال 3 دي لو انت بتشتغل، انت ممكن تستخدم في مجالات تانية. يعني مثلا بيستخدموه في مجالات الاعلانات والافلام، اللي ممكن يبني البيئه اللي حوالين الممثل. فالانريل داخل في القصه دي. بصوا، دي تكنولوجيا جديده طالعه. لو تاخدوا بالكم، زمان او من فتره قريبه كانوا بيستخدموا حاجه اسمها كروما. يعني ايه كروما؟ يحط خلفيه لونها اخضر، واللون الاخضر ده يركب عليه مثلا واحد بيتكلم، ويقدر ان هو بيجي باي برنامج من برامج الفيديو اديتنج زي الافتر افكت او النيوك او البريمير، يشيل الخلفيه الخضراء، فيبقى عندك الممثل لوحده يقدر يركب الحاجه على بعضها. الانريل او الفكره الجديده اللي طلعوا فيها، بداوا يعملوا ايه؟ يجيبوا شاشات بيلفوها زي ما انتم شايفين كده، وكل اللي انتم شايفينه ورا ده 3 دي، مبني 3 دي، سواء بقى بال 3 دي ماكس، سواء ببرنامج مايا، ببلندر، ايا كان، ومطلعينه بشكل فيديو ويركبه لك على الشاشات دي. لو تاخدوا بالكم الناس اللي واقفه والعربيه، مثلا عايز يعمل عربيه بتمشي، بصوا هيعمل العربيه واقفه والباك جراوند هي اللي بتمشي. بصوا هنا مثلا، راقبوا قوي اللي بيحصل ده. هنا مشهد زي ده، المشهد نفسه، الشاشات اللي فيها الخلفيه دي راميه الاضاءات بتاعتها على المشهد، راميه على الارضيه، وراميه على الممثل اللي واقف، ولو حاجه فيها انعكاسات. كل ده معمول 3 دي. اللي ورا اللي انتوا شايفينه في الشاشات ده 3 دي. بصوا، والسحاب اللي بيتحرك. بصوا مثلا هنا هو عملوا ايه؟ عملوا ارضيه رمله والممثلين واقفين. بصوا الخلفيه اللي ورا دي شاشات. بصوا دي تكنولوجيا جديده. بصوا هنا، ده مثلا الراجل حواليه، بصوا متحف، هو عامل الارضيه وده متحف. هنا بصوا واحد وواحده في خيمه، بصوا الخلفيه من بره، كل دي شاشات. ولو تاخدوا بالكم، التكنولوجيا الجديده دي حلاوتها في ايه؟ ان الشاشات دي بترمي الاضاءات بتاعتها على الموديل بتاعك، على المشهد، والممثل اللي قاعد بيقدر يشوف بره الحاجه، فيبقى عنده تخيل وهو بيمثل. بصوا هوريكم، اتفرجوا. ده هنا طبعا بيشرح. بصوا هنا لما يجوا بقى طبعا يجيبوا الفاينل، بص بيوريك فكرتها. بصوا الشاشات 360، او سوري مش 360، واخده كيرف كده، بحيث انك انت تقف جواها، والكاميرات من زوايا معينه تبينك اكنك دي الخلفيه بتاعتك. بصوا هنا اكنها بتجري مع ان العربيه واقفه. بصوا ده اللوكيشن، الارضيه نفسها بتلف. طبعا دي امكانيات عاليه طبعا، بس ان شاء الله توصل مصر قريب يعني. بصوا مثلا الراجل ده واقف، كل ده وراه 3 دي. شايفين بقى حلاوه الشاشات راميه الالوان على الراجل ازاي، والانعكاسات على البندقيه والكلام ده كله. خلي بالكم، الميزه في حركه الشاشات ايه؟ ان هو هنا بيقدر يتخيل المود بتاع الحاجه اللي حواليه، على عكس الجرين سكرين. هوريكم دلوقتي برضو فكره الجرين سكرين دي عامله ازاي. بصوا المود، كانك عايش جوه المشهد. بصوا مثلا هنا ده مشهد قتالي، هم شايفين الحاجات اللي حواليهم. ده فيلم جلاديتور 2 على فكره. بصوا كل ده 3 دي اللي انتوا شايفينه ده. خلي بالكم هنا مهم قوي الممثل وهو بيمثل يبقى شايف اللي حواليه. ليه بقى؟ لو جينا كده، خلينا نعمل مينيمايز، هوريكم برضو حاجه. لو جينا مثلا على اليوتيوب كده، قلنا جرين سكرين. بصوا فكره الجرين سكرين، يعني نجيبها في حاجه من الحاجات اللي هي ميكنج بتاع الافلام، مثلا زي الافينجرز. بصوا اللي انا عاوز اقول لكم انا بقى، هنا الفرق في ايه؟ هنا كانوا بيحطوا اللي هي الشاشات الخضراء دي، او اللي بيسموها كروما، اللي هي باللون الاخضر او باللون الازرق.
حسب يعني، هنا عشان هو لابس ازرق فما ينفعش يخلي الخوذه، لو لابس اخضر مش هتبقى دي لونها اخضر، هتبقى دي لونها ازرق الخلفيه. لكن هو هنا لابس ازرق فمش هينفع يخلي الخلفيه لونها ازرق. طيب الكروما دي بيحصل فيها ايه؟ بصوا مثلا كل ده، بصوا شايفين هنا ده المشهد اللي انتوا كنتوا شايفينه من شويه، كل الازرق ده هم بعد كده بيجوا يبدلوه بالخلفيه. يعني هو بيبقى عنده الخلفيه دي 3 دي معموله بره فيديو، وعنده الممثل وهو بيمثل وبيهزوا مثلا المركب او كده، ده فيديو مستقل. بعد كده هو بيجي في البرامج يروح فاصل الازرق ده ويركب مكانه الفيديو اللي هو عاوزه. طيب التكنولوجيا دي كانت زمان لغايه فتره كبيره ولغايه النهارده بيستخدموها، بس الشاشات بقى عملت ايه؟ انك انت وهو بيمثل، اولا مشكله اللون الازرق او اللون الاخضر في حاجه، وطبعا ممكن الناس تسألك هو ليه بيستخدموا يا إما لون أخضر يا إما لون أزرق، ما ينفعش أي لون تاني؟ عشان اللون الأخضر والأزرق مش موجودين في لون البشرة بتاع البني آدم. يعني أنت بشرتك فيها درجات الأحمرات، ما فيهاش أزرق ولا أخضر. ليه؟ لأنك أنت لو عامل الخلفية دي لونها أحمر هتلاقي الوش اتشال منه ملامح، ما اتشال منه درجة اللون، فالوش ممكن تلاقيه مبقع. تمام؟ فدايما الكروما او الجرين سكرين دي بتبقى ازرق او اخضر، عشان بيقدر منها اللونين دول مش موجودين في لون البني ادم، في بشرة البني ادم، فتقدر تشتغل وانت في الامان. لما يجي يفصل، لان هو بيروح جاي عامل بيك يختار اللون يشيله خالص، فلو ازرق في وشك هيشيل وشك. فاهمين حاجة؟ طيب فميزة الحركة بتاعت الشاشات اللي انا وريتها لكم دي ايه؟ ان هو بيقدر يشوف اللي حواليه فيتفاعل معاه. هنا هو مش متخيل، يعني المفروض ان هنا في ميه ومثلا في سحاب وفي كذا، هو هنا مش شايف. على عكس مين؟ هنا لا، انت شايف الجمهور وشايف، فبيبقى التمثيل احسن اسهل. غير ان الشاشات دي زي ما اتفقنا بترمي الالوان بتاعتها على الممثل او على الانفايرمنت بتاعتك، بينما هنا ما بيرميش، ما فيش الوان تترمي. هنا بيعملوا ايه بقى؟ يجي بعد ما يصور الممثل ده لوحده ويعمل ال 3 دي لوحده، يجي بقى البرامج يعمل حاجه اسمها كومبوستنج، اللي هي يركب الاثنين على بعض، يركب الراجل بالمركب على الايه الفيديو، ويبتدي يعمل مرحله اسمها كولر كوريكشن، اللي هي معالجه اللون، اللي هو يحاول بقى يخلي اللونين بتاع الفيديو مع الشخصيات حاجه واحده. بصوا كده، شوفوا هنا عمل ايه، ركب الخلفيات على الازرق، لغى الازرق ده، عمل بيك، فبقى عنده الممثل بده بالمركب بس. وبعدين بقى راح جاي بال 3 دي حط البحر وحط الخلفيات، الممثل ما كانش شايف ده. طيب وعشان يبقوا الاثنين بنفس اللون بيدخلهم على برامج بقى كولر كوريكشن زي بريمير، دافينشي، اي برامج من البرامج اللي هي خاصه بالجزئيه دي، يبتدي يلون المشهد، يظبط فلاتر الالوان، يبقى اللون ده زي اللون ده، فانت تفتكر ان هو ده فعلا قاعد في المشهد اللي بره. بصوا اهو شايفين الخلفيه، بصوا كل ده هو مش قادر يتخيل حواليه ايه. بصوا هنا كل ده اهو يقعد بقى يظبط الالوان ويصوروا مشاهد بجد، وحته واقع على حته 3 دي على كذا. بصوا مثلا هنا برضو، ده برضو فيلم من الافلام. فاذا بصوا، ده هو بصوا هو متعلق في كل ده، وشايفين الشاشات اللي شايفين الباك جراوند الخضراء دي ولا الزرقاء. فاذا الموضوع بتاع الانريل وموضوع انك تبني الخلفيه بتاعتك ك 3 دي زي ما انتوا شفتوا كده، طبعا من الحاجات اللي اضافت، وهتلاقوا طبعا برضو فيديوهات تانية كتيرة بتوضح. خليني اوريكم كده انريل فيرتشوال برودكشن، ده اللي احنا شفناه اهو. بصوا بتاع العربية ده برضو، بصوا الشاشات، ده الاعلان اهو. بصوا هنا العربية واقفة في مكانها اصلا، كده الممثل جوه قادر يتخيل شكل الخلفية اللي وراه، ولا بقى محتاج يجري ولا يجيب شوارع فاضية ولا يفضي ناس ولا يعمل اي حاجة. طيب هتيجي تقولي طب انت بتقولي الكلام ده كله ليه؟ هقول لحضرتك عشان حاجة. انت دلوقتي لو جيت اشتغلت انريل، طيب بداية انت معاك برنامج 3 دي، سواء 3 دي ماكس او مايا او بلندر، اي برنامج 3 دي، بنيت الخلفية بتاعتك، مع اضافة ان برضو الانريل بتقدر تبني فيه خلفيات وتحط حاجات جاهزة تركبها على بعض. عملت ال 3 دي بتاعك، تقدر بعد كده قدام لو عايز تخش في مجال الافلام تقدر تعمل حاجة زي كده. الانريل فيه ميزة حلوة، انك انت تقدر تعمل لوكيشن كامل وتعمل حركة كاميرا من غير ما تحتاج تبقى مخرج ولا تنزل لوكيشن تصوير ولا اي، يعني ممكن تعمل افلام كاملة ببرنامج الانريل. بس برضو لازم يكون معاك برنامج 3 دي. تمام.
وزي ما انتوا شفتوا تقدر تستخدمه في مجال المعماري، الاركتكتشر، الانتيرير، الاكستيرير. يعني الفكره نفسها يا شباب في ايه؟ انك ازاي تعمل الحاجه وازاي توظفها بعد كده، بقى دي بتاعتك انت. بس كل ده من غير ما تتعلم الاساس صح، حطوا 5000 خط تحت كلمه صح، مش هتعرف توصل للمراحل دي. يبقى نقول تاني، حضرتك محتاج برنامج 3 دي زي ال 3 دي ماكس لو انت في المجال بتاع الديكورات، او مجال المعماري الهندسي، خلاص. او عايز تخش في مجال البوسز، وده مجال مطلوب جدا 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 في السوق وفلوسه حلوه قوي، وانا بفضله عن شغل الانتيريور وكده. ليه؟ لانك انت البوسز دي بيبقى معرض، انت نازل معرض، عملت الشغلانه بتاعتك، عايز البريف، بيجي لك العميل يقول لك انا عايز اعمل حاجه الوان كذا، اللوجو بتاعي شكله كذا، الدنيا شكلها كذا، خلصت الديزاين، عملته له وعجبه، اتنفذ، خلصت الشغلانه، خدت فلوسك، سلام عليكم. طيب رينجات اسعار البوسز بتبقى من 10,000 لغايه 20 لغايه 30، حسب الكواليتي اللي انت بتطلعها، حسب مساحته كام في كام. يعني دايما البوسز يقول لك انت واخد مساحه كام في كام، يقول لك مثلا 3 في 4، 2 في 3، حسب البريف المساحه بتاعته، وحسب الشغل اللي هيتعمل فيه. كل ما المساحه تكبر كل ما الفلوس بتاعته بتكتر. البوسز بتخليك تقدر تشتغل في مجالات كتيره، تتعرف علاقات اكتر. غير لو تاخد شقه، انت عشان توضب مثلا شقه تعمل لها شويه ديكورات ممكن تقعد فيها سنه بتوضب في الشقه. لكن البوسز انت خلصت الديزاين، خد اللي بعده، اعمل اللي بعده، خلصت شغله، يعني شغله. وبعدين المعارض عمرها ما بتقف. شغل الديكورات محتاج يكون عندك علاقات او شغال في شركه او كده. البوسز لا، انت على طول شغل باستمرار، كل يوم في معارض، معارض اكل، معارض عربيات في كل الوطن العربي. الشغل ده مطلوب جدا كمان برضو في الخليج وفي الكلام ده كله. تمام. فشغل البوسز، يبقى انت عندك ال 3 دي، تقدر تشتغل في مجال البوسز اي برنامج 3 دي. بس انا بقول ال 3 دي ماكس ان هو المشهور اكتر في الحته بتاعتنا دي، ده ما يقللش من البرامج التانيه. مجال البوسز، مجال الانتيريور ديزاين اللي هو شغل الديكورات، مجال حاجات اللاندسكيب، المشاريع الهندسيه، ايا كان بقى، عماره، عايز تبني عماره وتتخيل شكلها من بره اكستيريور. يعني جينا اهو، بصوا كتبنا كده مثلا في ري اكستيريور بيلدينج، بصوا كل دي حاجات خارجيه، اكستيريور، شغل لاندسكيبنج، كل ده تقدر تشوفه بال 3 دي. بس خلينا نتفق تاني، محتاجه تدرسه صح. ما تفرحش بالكورس اللي مثلا يقول لك كورس مدته اسبوعين، اتعلم البرنامج في شهر، اتعلم، لا. لازم تاخد البرنامج بحق، زي ما بيقولوا كده ايه، بحق ربنا، عشان تقدر توصل للكواليتي وتوفر على نفسك رغي. في فرق ان انا اخد المعلومه ناقصه واقعد بعد كده اجري ادور واخد خبره بقى، انزل اشتغل في مكان ويا حد يقول لي المعلومه يا حد ما يقولها ليش، على انك انت تاخد المعلومات كلها كامله بحيث تطلع من الكورس بتاعك عامل الشغل ده جاهز انك تشتغل دايركت. تمام. ككواليتي. خلاص. يبقى عندك برنامج 3 دي ماكس، عندك برنامج الاوتوكاد، برنامج السكتش اب لو انت يعني مستعجل قوي وما عندكش وقت تتعلم 3 دي ماكس، عاوز حاجه سريعه، برنامج السكتش اب. خلاص. وبعد كده محتاج ريندر الكورونا او الفي راي، انا بتكلم برضو وطبعا الكورونا والفي راي ريندرين محترمين جدا. طبعا في حاجات تانية، يعني عندك مثلا في ريندر اسمه ارنولد، ده برضو نوع من انواع الريندر. وبرضو ده بينزل مع ال 3 دي ماكس، ده المفروض بتاع شركة اوتوديسك اللي هي عاملة ال 3 دي ماكس وعاملة المايا والكلام ده كله، برضو بيتعمل بيه شغل محترم جدا. بس انا بتكلم في مجال المعماري، يا اما كورونا يا اما فيري. ولو انت بتشتغل فيري وفاهم فكرة الريندر، لان خلي بالك الريندر هو ازاي بتحط الاضاءة. يعني خليني اوريكم. وبعدين لو انت بتشتغل ريندر مثلا بصوا لسه بيفتح كل ده الانريل، معلش انا هقفله عشان ايه، تقيل شويه. تمام. اللي بيشتغل كورونا وفهمه كويس يقدر يشتغل فيري، اللي بيشتغل فيري وفهمه كويس يقدر يشتغل كورونا. ليه؟ لان هو الاثنين نفس المبدأ. هوريكم دلوقتي حاجه مبسطه عشان افهمكم انا قصدي ايه. وطبعا الاثنين بعد ما بقوا تبع نفس الشركه، معظم الاوبشنز اللي فيهم بقت موجوده في بعضها. هنشوف دلوقتي الاثنين مع بعض. لو حد عنده اي سؤال يا ريت يسأل.
ده مثلا ريندر الفي راي. خلاص، احط مثلا ايه موديل الاضاءه مثلا كده، ده شكل الاضاءه، وهبتدي اقول له عاوزينها هتبقى مركزه على مثلا كده. حلو، حطينا الاضاءه، بص طريقه حطت الاضاءه، وبعدين اقول له اعمل لي ايه، اعمل لي ريندر ورندر، فهيبتدي ايه يظهر لي الحاجه بتاعتي. تمام. هو لو انا قلبت الكلام ده، بص همسح الاضاءه واجي اقول له اقلب لي الريندر، اختار ريندر الكورونا. انت بتحدد له انت عايز ترندر بايه، طبعا انت حسب انت منزله ولا مش منزله عندك. انا منزل الكورونا، هتبص تلاقي اضاءه الكورونا نفس الفكره بالظبط. بدل ما بختار اضاءه في راي بختار اضاءه الكورونا. هيقول لك الاضاءه بتاعت الكورونا اهي. حاجه اقول له انا عاوزها خليها مثلا سلندر، نجيبها كده، ده سلندر اشكال الاضاءات. ممكن اقول له خليها لي اللي هي ديسك اهي بنفس المنظر. خلاص، واجي اقول له برضو خلينا نشوف قوتها هتبقى عامله ازاي. بيقول لك انا كنت عامل الريندر في راي ولا ايه؟ لا سوري، انا هرندره بالكورونا. جيب الويندو بتاعت الريندر. طبعا بصوا دي شاشه الريندر بتاعته غير التانية، بس الاتنين اهو، بصوا نفس الفكره. فلو انت فاهم واحد، هو الخطوات اللي في الاولاني في التاني، مع اختلاف شويه اسامي حاجات، لكن قصدي المبدأ بتاع الريندر. حطت الاضاءه، طريقه حطتك للاضاءه، زاويه الاضاءه مثلا واخده زاويه لفه عامله، كل ده انت اللي بتتحكم فيه. يعني عشان برضو باكد تاني، محدش يجي يقول لك لا والله ده احسن من ده وده احسن من ده، الاتنين كويسين. انت متمكن من مين فيهم؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه لما مثلا تيجي تاخد كورس او حاجه. هو ده بقى اللي انت لازم تبقى فاهمه، ان الريندر ملوش علاقه، الكواليتي راجع لحضرتك، انت اللي بتبني المشهد بتاعك بالكواليتي عامله ازاي. تمام. طيب يبقى انت محتاج برنامج 3 دي زي 3 دي ماكس، وتقدر تشتغله في مجالات مختلفه. خليني برضو اوريكم حاجه ظريفه بقى هم عملوها. لان هم دلوقتي ايه، انت دلوقتي بتشتغل، قالوا الفي راي والكورونا بياخدوا وقت طويل في الريندر، مش احنا اتفقنا ان هو ساعات يعني طبعا اطول من التوين موشن واطول من الدي 5 ريندر واطول من كده. فشركه كيس جروب طبعا ما سكتتش، قال لك لا، انا هعمل لك حاجه ظريفه قوي بقى. ايه هي؟ تعالوا كده نجيب فايل زي ده مثلا، البيدروم الليفنج روم اللي احنا كنا جايبينها من شويه. تمام، اللي هي دي. طيب انا دلوقتي عشان ارندر بالعادي بتاخد مني وقت، يعني هتقعد تاخد مني شويه وقت. حلو قوي. فانا عشان بقى لو انا عايز استخدم فكره الريل تايم ريندر، هوديها مثلا على توين موشن عشان استغل ان التوين موشن اسرع، مش كده؟ راحت جايه شركه كيس جروب اللي هي عامله الفيري وعامله الكورونا، عملت لك ايه؟ قال لك لا، طب ايه رايك، ايه رايك، بصوا هنا في الجنب حاجه اسمها كيوس فانتج. ايه هي الكيوس فانتج؟ لو انا جيت عملت عليها كده بيقول لك لازم تبقى بتستخدم الجي بي يو، اللي هو جي بي يو ريندر، برنامج تبعهم هم بقى. ده ميزته في ايه؟ بياخد الحاجه بالخامات بتاعتها بكل دنيتها يفتحها لك هناك. جي بي يو، بصوا هيفتح دلوقتي ادي المشهد. اصبروا بس كده، افتحه من هنا اهو. بصوا ده يا جماعه ده ريل تايم، انا كده في كيوس فانتج، مش ولا في توين موشن ولا في اي حاجه. متخيلين ان ده كده ريل تايم؟ يعني بصوا لو انا اتحركت جواه، ده اهو، ده شغال ريل تايم. نفس فكره التوين موشن بس تبع شركه ايه، كيوس جروب. ده ميزته في ايه؟ انه بيجي لك بالخامات بتاعته. خلي بالكو، احنا قلنا لو انت عاوز تعمل حاجه 3 دي وتاخدها على توين موشن، هتعمل الخامات هناك وتعمل الاضاءات هناك. خلاص، لا ده قال لك انا هعمل لك حاجه بيلت ان، تدوس بس الزرار اللي انا دوسته يوديك على برنامج الفانتج تقدر ترندر منه. طيب انا مثلا عجبتني الصوره دي، عايز ارندرها او عايز اطلع منها مثلا فاينل. خلاص، طبعا تظبط الظبطه اللي انت عاوزها. هنا برضو تقول له انا عاوز ايه، تقدر تتحكم بقى في شويه حاجات الاضاءه، تقدر تتحكم
في الكواليتي انت بترندر، وهكذا. جينا عملنا كده، خلينا نكبره. عايز بقى مثلا اطلع منه فيديو، خلي بالكوا بيرندر برضو فيديو، بس لازم تكون عامل انيميشن، وبيرندر صور ستيل. بص الصورة دي لو انا عملتها تك، حاجة اقول له والله تمام، هقول له مثلا سيعمل لها سيف، اختار المكان والدنيا والمقاس كام في كام وكل حاجة، واقول له ابدأ. بصوا بيرندر اهو. بصوا هياخد وقت قد ايه. طبعا انا ما ظبطتش الفريم، بس كان المفروض اظبط الفريم. بصوا اسرع بكتير من ايه ان انا اقعد ارندره فاينل. طبعا كل دي حاجات بتتطور، كل يوم بيطوروا، كل يوم بيضيفوا ايه جديد. بصوا كده هيخلص. طبعا الناس اللي هي بتشتغل رندر من زمان هتفهم انا بتكلم في ايه كويس قوي. كده المفروض ان هو رندر. تعالوا بقى نشوف هو عمل لها. انا كنت قايله يعمل لها سيف فين، هقول لكم دلوقتي. فين السيف كنا بنشيله اهو، في وورك جوه كذا، ماشي. هنجيبها من هنا. انا شغال على شاشة تانية معلش. طبعا انا باكد تاني ان انا ما عملتش ظبطة الفريم بتاعتي، يعني المفروض تظبط الفريم قبل ما ترندر. تمام. اهي دي الصورة اللي اترندرت. بصوا يعني لو عملناها كده، دي الكواليتي بتاعتها. خدت بالكم خدت مني وقت قد ايه؟ بس برضو ده محتاج كارت شاشة عالي شوية. تمام. ده لو انت مش عاوز توين موشن، يعني عايز تعمل انت الحاجة. طبعا ده ظريف جدا لو انت بتشتغل فيري، انه بياخد الحاجة بالخامات بالدنيا حتة واحدة. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبة لايه اللي هو اسمه كيوس فانتج. خلاص ده زي التوين موشن كده، بس خاص بالايه، بالفيري او بالكورونا بتاعك. تقدر تطلع منه حاجه جاهزه مره واحده. تمام كده يا شباب. يبقى انت دلوقتي تاني عندك برنامج زي 3 دي ماكس. طبعا الاوتوكاد اوريدي انت، الاوتوكاد ده اساسي، يعني اي حد في المجال الهندسي المفروض يبقى معاه اوتوكاد او ريفت. خلاص. بعد كده بتاخد الفايلات من الاوتوكاد تجيبها هنا، او لو انت هتبدا من هنا على طول ترسم وتطلع بالحوائط بتاعتك والدنيا بتاعتك. بعد كده تبتدي تعمل الموديل بتاعك وترصه زي ما انت شفته كده، وبعدين تحط الخامات. وطبعا الخامات دي بتعتمد على نوع الريندر اللي انت بتشتغله، شغال في راي ولا شغال كورونا. كل واحد ليه الخامات بتاعته وليه الموديلز بتاعته وليه الدنيا بتاعته. والاضاءات، تظبط اضاءاتك وتظبط دنيتك. وبعد كده تيجي في الاخر خالص تقول له ريندر. خليني كده اوريكم لو انا عملت ريندر للمشهد بتاعي ده من غير فانتج. هوريكم انه بياخد وقت اطول شويه. انا اعمله بس كده، اوريكم ان هو بياخد وقت اطول عشان يطلع لك كواليتي حلوه. طبعا انا هعلي الكواليتي عشان تقدر ايه تشوفوه. بصوا كده هياخد وقت اطول اهو. بص هنسيبه بقى يقعد ايه شغال. مربعات دي بقى، بص عبال ما المربع يخلص معانا ومعاكم ربنا بقى ان شاء الله. طبعا زمان ما كانش فيه فانتج وما كانش فيه توين موشن وما كانش فيه، فكنا بنضطر نفضل قاعدين مستنيين جنب الصور. والله كان في صور بتترندر بال 12 ساعه وال6 ساعات، لانك كل ما بتعلي كواليتي كل ما الوقت بتاعك بي ايه بيطول كرندر يعني. زي ما انتم شايفين كده بصوا عبال ما يخلص. بس طبعا بقى ايه بتلاقي التفاصيل بتبان والدنيا بتبان بتاعتك. طيب اهم حاجة وانت بتتعلم انك تتعلم الحاجة صح. البرامج دي لو اتعلمتها غلط، اول حاجة ممكن تقفل من البرنامج لو انت مش عارف تعمل اللي انت عاوزه من البرنامج. الحاجة التانية انك محتاج تبقى بتتوجه صح، تبقى داخل المجال فاهم انا محتاج ايه، محتاج واحد اتنين تلاتة اربعة كبرامج بالتركات بتاعتهم بالدنيا بتاعتهم عشان تقدر تشتغل على طول. تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين يعني هياخد شوية وقت حلوين، وطبعا حسب برضو امكانيات الجهاز والدنيا دي كلها. تمام. طيب انا كده خلصت اللي انا عاوزه كمحاضرة. في حد عنده اي سؤال من اي نوع؟ يا ريت كله بقى يفك المايكات كده، انا ما اتعرفتش حتى عليكم. فكوا كده الميوت كده ونتكلم، اي حد عنده سؤال، حد عايز يقول حاجة، لو انتوا سامعيني يعني. الو عبد الرحمن، انت الوحيد اللي نصفتني ورديت يا عبد الرحمن. تمام يا باشمهندس زي الفل. بجد فاهم الدنيا ماشية ازاي ولا ايه؟ اه تمام الحمد لله. طبعا الكلام ده كله اتسجل ان شاء الله، اللينك هيبعتوه الإدارة هيظبطوه ويحطوه لكم.
تمام. في حد عنده اي سؤال تاني يا شباب؟ باشمهندس ياسر، باشمهندس يوسف، باشمهندسة هاجر، عيشة، اي حد يا جماعة، حد عنده اي سؤال في اي حاجة؟ طب حد سامعني غير عبد الرحمن؟ باشمهندسة مريم، مي محمد لبيب. تمام. بكده نكون وصلنا ان شاء الله لنهاية المحاضرة دي. يا رب اكون كنت خفيف عليكم، واكون وضحت كده للناس اللي هي مش عارفة تبدأ منين او هتشتغل ازاي، تكونوا عرفتوا فكرة البرامج. زي ما اتفقنا، برنامج 3 دي ماكس محتاج منه نوع ريندر يا فيري يا كورونا لو انت في مجال الاركيتكتشر. وبعد كده عايز تطور من نفسك، تقدر تخش ببرامج التوين موشن او كده. في حد فتح المايك عايز يتكلم، اسمه ايفون، اللي فك الاميوت. طيب، برضو لو في اي سؤال ممكن تسيبوه على جروب، والفيديو ان شاء الله هيترفع ليكم على الويب سايت بتاع الشركة. هم يعني هيتواصلوا معاكم، هيبعتوها على اللينك بتاع الواتساب. تمام. طيب، اتمنى اكون فدتكم، ولو في اي سؤال يا ريت تسيبوه على الواتساب ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.